بتاعهم ونظبط السي في سوا، وهنعلمهم ازاي ان هم يدوروا على وظائف تخص الماركتنج والسيلز. انا كمان متحمسه للتجربه بجد. انا النهارده جايه علشان الناس فعلا مش بس ناس اصحاب براندات، في ناس كمان بتدور على شغل ان هي تشتغل. ومجال السيلز بقى مجال مطلوب جدا في السوق حاليا، وكمان الماركتينج. فانا حابه ان انتوا اي انترفيو تحضروه الشخص الانترفيور ده يقول ان انتوا مش بس لسه بادئين في المجال، لا انتوا بقالكم كتير فيه. انا هنقل لكم تجربه من الواقع تقدروا ان انتوا بجد تاخدوها في حياتكم الشخصيه، وتقدروا ان تستفيدوا بيها. وكل ده فور فري، انا مش محتاجه منكم هو غير بس شويه اهتمام. واكيد طبعا في اخر الكورس يعني انا هرشح لكم كتب، بحيث ان انتوا لو معاكم وقت تقدروا ان انتوا تدخلوا تدخلوا تدوروا على الكتب دي وتقراوا فيها، وتكملوا كمان رحله الماركتنج، لان احنا هناخد اساسيات مش بس يعني مش حاجات ادفانسد. لان انا زي ما قلت لكم انه الماركتنج ده علم كبير، انا هديكم اللي يفيدكم فيه فعلا، لان احنا مش قاعدين في ليكتشر بقى، احنا مش قاعدين في محاضره. وكمان انا حابه ان احنا نكون صحاب بصراحه، انا بحب ان انا اكون فريندلي جدا مع الناس. فانا عايزاكم على طول تفتحوا المايكات وتتكلموا اي حاجه انتوا حاسين ان انتوا مش فاهمينها. اول باول افتحوا المايك واسالوني، وقفوني ساعتها وقولوا لي في كذا. ما اخلص شرح السلايد هسالكم محتاجين اي حاجه، انا هكون معاكم من الزيرو. انتوا مش محتاجين تعرفوا اي حاجه، تكونوا عارفين اي حاجه عن الماركتنج او السيلز قبل كده. انا هبدا معاكم من الزيرو، وان شاء الله بعد ما تخلصوا الكورس هتكونوا فاهمين كويس جدا جدا يعني ايه ماركتنج اند سيلز. طيب انا شايفه بجد انتراكشن حلوه قوي بجد. هتنزل فين السيشن؟ ان شاء الله السيشنز دي هتكون ريكوردد، وفيما بعد هتنزل على اليوتيوب، بس مش هتنزل في وقت قريب. يعني انا ما اعرفش بصراحه الوقت اللي هتنزل فيه بالظبط، بس خلينا ان احنا نحاول نكون اكتف مع بعض، لان كمان الفيتشرز اللي انا بقدمها لكم هي هتبقى مخصوصه للناس اللي هتحضر معايا، مش بس الناس اللي بتحضر يوتيوب. آه ماشي. انا شايفه حماس جامد جدا، وانا مبسوطه حقيقي بيه. طيب انا عرفتكم عن نفسي، ممكن انتوا كمان تعرفوني عن نفسكم؟ بجد متحمسه اعرفكم جدا. ممكن أبدأ أنا؟ حلو جدا، في سوشيال ميديا سبيشالست وكونتنت كرييتور. حلو جدا بجد. انا شايفه. طب جاسمين اتكلمي، آه، والمايكات مفتوحه. هاي. اتفضلي. آه، أنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك، إن أنا لسه داخلة دلوقتي. هل حضرتك شرحتي؟ لا انا ما شرحتش، انا لسه بعرف عن الكورس ولسه احنا في الانترو. تمام، شكرا. العفو. طيب داليا، ازيك يا داليا؟ نورتينا. طيب انا اشوف المسجات، الناس اللي مكسوفه تفتح المايك. طيب السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ممكن انا افتح المايك؟ بخير. حاساكي حضرتك لذيذة جدا. واولا انا ياسمين ياسر، عندي 17 سنة، وانا اصغر مدربة في اكاديمية فيوتشر ديفلوبر اكاديمي. وحابة ادخل في الماركتينج علشان يعني انا اصلا بشتغل في السوشيال ميديا، وحابة برضو ان في ناس كتيرة تيجي وتشوف الأكاديمية بتاعتي وكده، وناس تتدرب اكتر في مجال البرمجة وكده. فيعني اتمنى انكم برضو تدعموني زي ما هدعمكم ان شاء الله. دي حاجة أكيدة، وأنا مبسوطة إن أنت شاركتي معانا. ويعني إن شاء الله في آخر الكورس كده هنفتح مجال لو أي حد عايز يماركت للبراند بتاعته. هيكون فاهم إزاي ماركت ليها، بس لو حابب إن هو يشاركنا وندعمه أنا ما عنديش مشكلة، بس في آخر الكورس يعني. ماشي. بإذن الله. شكرا لحضرتك جدا. بجد اتشرفت بيكي والله حقيقي. وأنا أشرف والله. طيب سوفت وير يا مس انجينير، جنى. وعايزة أبقى ماركت. انا مريم. ازيك يا مريم؟ سامعين؟ معاكي. اهلا، ازيك؟ انا مريم. لسه مخلصه اولى جامعه، بدرس بيزنس وبدرس ماركتنج في الجامعه، وشويه بره الجامعه كمان، وخدت كورسات كتير. وكنت حابه احضر انترن، بس ما توفقتش في انترن اوفلاين، فقررت اكون هنا يعني. الحمد لله اتقبلت عشان عايزه اتعلم من حضرتك اكتر واعمل براكتسنج كده، فمتحمسه جدا 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 يعني. أنا كمان متحمسة ليكي ومبسوطة إن أنا جدا. عرفت حضرتك، وإن شاء الله أعرفك أكتر في المستقبل.
والله انا كمان جدا. يعني يا ريت تعتبروني اختكم الصغيره وبلاش حضرتك، يعني انا اختكم عادي. اعتبروا ان احنا اصحاب سوا وبنتكلم. مش عايزه خلاص يكون فينا يعني في ما بيننا اي حدود او اي ايس. اي حد محتاج يسال اي حاجه انا صاحبتكم في اي وقت. طيب ماشي يا جي، شكرا. العفو. مروة حمدي بجد نورتينا وحقيقي يعني انا عشان كده بقول لكم اعتبروني اختي الصغيره، يعني اختكم الصغيره بجد يعني. الو نورتوني حقيقي. الو سامعني. وعليكم السلام، ازيك؟ سامعاكي. اه السلام عليكم. ايوه، انا اسمي بيري، انا في طب بشري جامعة القاهرة. بس انا حبيت ان انا اتعلم ماركتينج بس عشان انا شايفة ان ما ينفعش ان حد يبقى عنده سكيل سيتس واحدة، يعني مثلا يبقى عنده كودينج سكيلز، ماركتينج سكيلز، بالجانب مثلا للميجر اللي هو بيدرسه. فحاسه ان شاء الله الكورس ده هيقدر يعني يوسع السكيلز اللي عندي، وما يخلينيش مثلا متمكنه في حته واحده بس اللي هي زي الطب او كده. لا، يبقى عندي ماركتينج سكيلز وسايكولوجي سكيلز. فانا متحمسه قوي الصراحه، وبجد حبيتك قوي يا جنة. ايوه وانا كمان. حقيقي هنبدا المحاضره. الناس اللي بتقول ان هي دكتوره امتياز في علاج طبيعي والناس اللي في طب بشري، على فكره انا في علاج طبيعي يعني في طبيعي. طيب اتشرفت انا بجد بجد سنه كام؟ بزملائي. طيب هنبدا السيشن بس عشان الوقت والناس اللي عايزه تحضر الصلاه. ان شاء الله مش هنطول. يعني هو صلاه المغرب على الساعه 8، فيعني ان شاء الله مش هنطول يعني. طيب نبدا. احنا هناخد ايه في الكورس هنا؟ تمام، انتوا شايفين دلوقتي قدامكم شويه كلام كده مجعلص، احنا مش فاهمين يعني ايه الكلام ده، او ممكن تكونوا سمعتوا عنه قبل كده. يعني ايه اس تي بي؟ يعني ايه 4 بيز و7 بيز؟ ويعني ايه ماركتنج استراتيجي اصلا؟ بصوا انا حبيت ان انا احط السلايد دي بس عشان تبقوا فاهمين ومجمعين معايا انتوا هتاخدوا ايه. للناس اللي سمعت قبل كده عن الكلام ده او الناس اللي عندها خلفيه تبقى فاهمه احنا هناخد ايه. بس احنا على مدار الكورس احنا هنفهم الكلام ده، فانا مش عايزه اضيع وقت فيه دلوقتي. طيب انا حابه اول حاجه. آه، احنا ليه انا عامله الموضوع اصلا؟ ليه احنا سميناه ان ذا اوشن؟ الناس اللي في بزنس فاهمه يعني ايه كلمه اوشن؟ البرزنتيشن هبعتها لكم بعدين. الناس اللي في بزنس فاهمين يعني ايه كلمه اوشن؟ او ليه اخترنا اوشن؟ او مش اللي في بزنس، اللي عارف يعني ايه اخترنا ليه كلمه اوشن؟ عشان واسع. سوق العمل، صح، سوق العمل. طيب الريكورد هيتبعت لكم. عشان المحيط طيب واسع ومليان أشكال مختلفة وأحجام وحروف كتير أوي بنفهم. هو ماشي قربت. هو بيكون مثلا على إنه سوق مليان، بيبقى فيه منافسين كتير، وبيبقى فيه شركات بتتنافس أكتر على نفس الكاستمرز. فالمنافسة دي بتكون شرسة جدا، وبيكون مثلا بتأثر على استراتيجية البرايسنج وخلافه يعني. فهي حالة من صح، المنافسة عامة. صح جدا. انت يعني انت درست ماركتينج قبل كده صح، او درست بيزنس؟ لا، أنا بزنس طيب. صح جدا. هو ده فعلا اللي انا عايزه اوصله ان ذا اوشن، عشان احنا عايزين الاوشن ده هو المكان الكبير اللي هو الماركت او السوق عامه، اللي احنا كلنا بنتنافس فيه. الكومبيتيتورز بيمثلوا الشاركس، فيعني لو حد بيتفرج على شارك تانك مثلا هتفهموا هو احنا ليه مسمينه شارك، عشان شاركس ان ذا اوشن. طيب انا ليه حاطه لكم الحوت ده مش حاطه لكم شارك؟ الحقيقه انا عايزه اشارك معاكم قصه صغيره عن الحوت ده. الحوت ده هو حوت 52. اولا 52. الحوت ده قصته باختصار ان هو حوت فريد من نوعه، بيطلع ترددات بمعدل 52 هرتز، والتردد ده هو يونيك، التردد الوحيد في الاوشن اللي هو بيطلعه، ومفيش حد زيه بيطلعه الا بس اللي من نوعه، وهو نوعه نادر جدا. فالحوت ده بيفضل يطلع ترددات والناس مش بتفهمه لمدة سنين لحد ما بيهاجر وابتدي ان هو يشوف ناس
قليلة جدا، قلة قليلة اللي بتفهم الترددات بتاعته. فمع ذلك هو مش بيبطل يحاول، ومش بيبطل ان هو يعيش ويكمل حتى لو الناس مش سامعاه. فبالظبط ان احنا عايزين نبقى مميزين، والناس كمان تبتدي ان هي تسمعنا. فان شاء الله ان شاء الله رحلتنا في الكورس ده ان احنا نبقى نتحول من الحوت الجميل الصغير ده ان احنا نبقى شاركس في الاوشن. تسجيل الحضور ازاي؟ بمجرد ما انت حضرت السيشن انت حضورك متسجل. طيب. الماركتنج اند سيلز، ماركتنج وسيلز. يعني ايه ماركتنج يعني ايه سيلز؟ تقدروا تشاركونا؟ حد يقدر يقول لي نبذة عن الماركتنج، نبذة عن السيلز، او ايه الفرق بينهم؟ هو الماركتينج يعني فيما اتذكر يعني ان هي بتبقى بروسيس بفهم بيها الكاستمر نيدز والوانتس بتاعته، فمن خلال دوت الاورجنايزيشن او الشركه اللي انا فيها بتخلق فاليو تقدمها للكاستمر دوت، وبعد كده بقى يعني على اللونج تيرم بعمل معاه ريليشن شيب من خلالها بحقق بروفيت. ده الماركتينج. مظبوط جدا، مظبوط بجد كلامكم، يعني بيقرب جدا من الحقيقة. والحقيقة ان هو مفيش إجابة صح 100%. هو ممكن نترجمها اننا نقول ان الماركتنج بيخلي العميل يعرفك ويجيلك لحد عندك، لكن السيلز فهو اللي بيقنعه بقى يفتح محفظته ويشتري فعلا. جميل. عامة مثال جميل. الماركتينج بيبقى عبارة عن برودكت اورينتد، بس السيلز بيبقى كاستمر اورينتد. يعني هو الماركتينج بيركز على البرودكت اكتر، بس السيلز بيركز على العميل اكتر. هو حلو الماركتينج ده جدا. ممكن اقول قولي. هو الماركتينج ده بيخلي يعني بيجيب الشخص لغاية عندك مهتم بالحاجة دي، لا اما السيل ده بيخليه يعني بيدفع فلوس بقى خلاص بينزل. وانا ممكن اقول كمان حاجه. اتفضلي. هو الماركتنج ده هو المسؤول عن انه ينشر البرودكت عامه بشكل اكبر بين الناس ويقنعهم عن طريق مثلا السوشيال ميديا، لكن السيلز نفسه هو المسؤول انه يتعاون مع الناس نفسهم ويقنعهم فيس تو فيس ويزود عدد الناس اللي هتشتري اكتر. طيب كل الماركتينج كلامكم ممكن حقيقي. يؤدي للسيلز، عشان هو لو انا ممكن الماركتينج اقول اتعمل صح السيلز هتعلى. هو ماشي. طب هناخد آخر حد طيب عشان ماشي. طيب اوكي. هو الماركتينج اللي هو بيجذب انتباهك انك مثلا تبصي على المنتج ده او الحاجه دي، والسيلز اللي هو مثلا انت خلاص بقى عايزه تشتري الحاجه دي وفي ذهنك ان خلاص هتروحي تدفعي فيها فلوس. صح صح، انتوا كلامكم بجد يعني اقرب للصحيح. بجد انا اتبسطت جدا بكلامكم، بس يعني هنحاول ان احنا ايه نكمل عشان السيشن يعني، او وقت السيشن. طيب يعني ايه الماركتنج والسيلز عشان بس الناس اللي معانا. بصوا يا جماعه، انتوا قلتوا كلام كتير قوي بجد فعلا. صح. الماركتنج هو ان انا بتعامل مع كاستمر، بحاول ان انا افهم شخصيه الكاستمر ده، بحاول ان انا اقربه للبرودكت، بحاول ان انا ازعق واحط نور او اسبوت ذا لايت على البرودكت بتاعي. البرودكت ده ممكن يكون خدمه، ممكن يكون وسيله مواصلات مثلا. البرودكت ده ممكن يكون حاجات كتير قوي، بس المهم انا يعني مثلا انا هقول لكم يعني اهميه الماركتنج زي ايه. تخيل ان انت واقف في مكان، او في ايفنت في ناس كتير قوي وفي زحمه كتير قوي، وانت رحت عملت كيك فليب فظيعه، اتشقلبت وانت واقف، بس الناس مديالك ظهرها، الناس مش شايفاك. طب الحاجه دي حلوه جدا، بس هل الناس معاك؟ لا. ده بالظبط البيزنس من غير ماركتنج. فعشان كده الماركتنج هو essential for business. طيب السيلز هو جزء لا يتجزأ من الماركتنج. السيلز حاجه جوه الماركتنج، ومعاه كمان الادفرتايزنج. طب هل الادفرتايزنج زي السيلز زي الماركتنج؟ لا، هنفرق ما بينهم. طيب الماركتنج بيخلق حاجه اسمها awareness يعني الناس تبقى فاهماك انت مين. يعني مثلا انا لو جيت قلت شباب بتساعد شباب قبل 6 سنين، قبل 6 سنين بالظبط شباب بتساعد شباب كانت لسه بتبدأ قصتها، كان حد هيفهم ايه شباب بتساعد شباب دي؟ هي مجرد كلمة،
يعني حد فاهم ان ده براند اصلا؟ لا. طب انت الاويرنس ان انت بتدي يعني الناس دماغها مشغوله، فانت بتحاول ان انت تخلق روم في دماغ الناس ليك، ان انا موجوده اهو، انا شباب بتساعد شباب، بقدم كورسات، بقدم انترنشيبس، بقدم فرص، بقدم منح، كل الحاجات دي مرتبطه بالبراند بتاعك. طيب فانا في الماركتنج بعمل اويرنس. الماركتنج زي ما قلنا بيفوكس ان هو يجذب كاستمرز، ان هو يخلق عميل دايم. يا جماعه الكاستمر غير الباير، غير الشخص اللي جاي يشتري مني ويمشي. الكاستمر غير البروسبكت. هنفهم في السيلز في اخر السيشنز يعني ايه بروسبكت. البروسبكت يعني شخص محتمل ان هو يبقى كاستمر ليا. طيب اما الماركتنج هنا هو مش بيتعامل مع بروسبكت، الماركتنج بيتعامل مع كاستمر، بيفهم شخصيه الكاستمر. عايزه اقول لكم ان احنا في الماركتنج بنحلل شخصيه الكاستمر لدرجه ان احنا بنعرف مواعيد نومه امتى، بيفتح تليفونه امتى، اللايف ستايل بتاعه عامل ازاي. زي مثلا ستاربكس حللت اللايف ستايل بتاع العملاء بتوعهم عشان يعرفوا ان هم يقدموا لهم خدمه بريميوم، عشان يقدروا ان هم يعملوا منفذ بيع للعربيات، لان هم لقوا انه معظم الكاستمرز بتوعهم ناس سريعه جدا، ناس عايزه تاخد الحاجه وتمشي، مش لسه هيقف يشتري. فده مثال على الماركتينج. طيب الماركتينج بتبقى علاقه طويله المدى. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي جيت اشتريت منك برودكت، او اشتريت منك كوفي النهارده. الماركتينج مش بس دوره بيخلص بعد ما انت اشتريت مني الكوفي، لا، انا كماركتينج ممكن ابعت لك خدمه ما بعد البيع، ان انا ابعت لك مسج، هي ايه رايك ريت الكوفي بتاعتك النهارده اوت اوف 10، او ان انا مثلا بعت لك تك سوليوشن، هبتدي ان انا اقول لك اعمل لي فوت، او ابعت لك ريتنج كده انت الاكسبيرينس بتاعتك كانت عامله ازاي. فانا الفولو اب بالظبط، ان انا بتابع بعد عمليه البيع. الماركتنج بيشمل حاجه اسمها الماركت ريسيرش والبراندنج. هنفهم بعمق بقى يعني ايه ماركت ريسيرش ويعني ايه براندنج قدام، بس يعني عشان تبقوا فاهمين، ماركت ريسيرش هو انت بتبحث في الماركت قبل ما بتبتدي ان انت تنزل البرودكت بتاعك. بيبقى في حاجه اسمها كومباتيتورز معاك، ناس منافسين معاك، فبتحاول ان انت يا جماعه معلش لو في اي كلام انجلش في النص مش فاهمينه مني قولوا لي، يعني اكتبوا لي في الشات، انا شايفه الشات بتاعكم ماشي. نرجع تاني كلمه كومباتيتورز، لو في ناس منافسين معاك في السوق، انت بتحتاج ان انت تدرس الناس المنافسه معاك في السوق قبل ما بتبتدي ان انت تنزل اي برودكت جديد. يعني ايفون قبل ما تنزل الفيرجن الجديد بتاعها بتشوف الريفيوز بتاعت الناس قبل كده، بتشوف الفيرجنز اللي قبل كده عملت ايه، بتشوف الاوفرز اللي موجوده في السوق، بتشوف الفئات السعريه المختلفه. كذلك سامسونج ابتدت ان هي تنزل من الفلاج شيب، بقت عندك سامسونج الفئه الاقتصاديه، في سامسونج الفئه المتوسطه، وفي الفلاج شيبس، وفي الفئه المتوسطه العليا. كل دي حاجات انا ببتدي ان انا ادرس الاوفرنجز اللي موجوده في السوق عشان اقدر ان انا انزل البرودكت بتاعي، عشان اقدر ان انا انافس بقوه. لو انا ما عملتش ماركت ريسيرش كويس انا مش هعرف ابيع بشكل كويس، ممكن المبيعات بتاعتي اصلا ما بقاش حاجه طول السنه. بالظبط، دراسه السوق المنافس. طيب الماركتنج بيبدا قبل ما البرودكت يتباع. زي ما قلت لكم ايفون قبل ما تنزل النيو فيرجن بتاعها بتكون دارسه السوق كويس قوي وعارفه الكاستمرز بتوعها هيحبوا ايه. تمام. طيب كده احنا فهمنا جوانب بسيطه من الماركتنج. احنا لسه هنعرف الماركتنج، بس انا بديكم مقارنه نفرق ما بين ماركتنج وسيلز، عشان في ناس بتقولك انا ماركتنج اند سيلز. لا، مش حاجه اسمها ماركتنج اند سيلز، في حاجه اسمها ماركتنج، في حاجه اسمها سيلز. طيب سيلز بقى، السيلز هو ان انا بحاول ان انا احول البروسبكت لكاستمر. انا السيلز بيخدم على الماركتنج والماركتنج بيخدم على السيلز، العلاقه بينهم ما ينفعش ان هي تتقطع، بس هم ستيل حاجتين مختلفتين. طيب السيلز بيحول لي الشخص اللي انا مش متاكد منه ان هو يبقى ايه كاستمر. طيب في حاجه اسمها سيلز فانل، وده يعني اشهر من نار على العالم، كل الناس بتقول لك سيلز فانل. هنفهمه في الاخر ايه هو السيلز فانل وازاي ان احنا نتعامل معاه، وليه اصلا احنا في علم اسمه السيلز اصلا. طب انا ممكن اقعد اي حد على التليفون واقول له يلا بيع لي بقى البرودكت ده، او اقعده في شركه ريل استيت ويلا بقى بيع لي العقار ده، ويبتدي ان هو يتصل بالناس ويزعجهم، ويبتدي ان انا ما حققتش مبيعات ليه؟ هو انا ليه؟ على فكره السيلز بيعتمد، مرتبك بيعتمد على
نسبه وكم اوفر انت عملته في الشهر. لو انت ما عملتش اي اوفر انت مش هتاخد مرتب. فالسيلز هو حاجه بتعتمد على انت هتبيع كام ديل. يعني عشان كده انا قلت لكم ان السيلز بيفوكس اكتر ان هو يخلص الديلز، ان هو اهم حاجه عنده ان هو يعمل ديل مع الكاستمر. هو مش بيكمل مع الكاستمر بعد الشراء، ولكن هو اثناء عمليه الشراء بيقنعه ان هو يبقى كاستمر ليك. يعني انت مثلا لو انا في محل ملابس مثلا وحد جه اشترى مني، تمام، انا لو لقيت ان هو في صفات الكاستمر او الشخص اللي هو هيقدر ان هو يكمل معايا، هديله الكارت بتاعي. احيانا كتير بتدخلوا محلات ملابس وتلاقي قدامك الكارت بتاعه. الكارت بتاعي ده اللي هو فيه السوشيال ميديا بتاعي. ساعتها انا كده ايه، يعتبر حولته للماركتنج. في مثلا بالنسبه لمجال الريل استيت او العقارات، ببتدي ان انا حد عملت معاه ديل اخيرا، وده بتبقى حاجه يعني بيبقوا طايرين بيها في السماء. هل انا بسكت لحد كده كسيلز؟ لا، انا ببتدي ان انا اخد رقمه واحوله للماركتنج. الماركتنج بقى يبتدي ان هو يتعامل معاك ككاستمر، يشوف هو محتاج ايه. هل السكوير عجبه؟ هل الديبارتمنت عجبته؟ هل في حاجات تانية الواحد يقدر ان هو يطورها في العقارات اللي موجودة؟ ف يعني ده يعني بشكل بسيط ايه السيلز وايه الماركتنج. السيلز لما الكاستمر يبقى عنده استعداد ان هو يشتري. في ناس بتشتغل سيلز، وفي في ناس بتشتغل سيلز من غير ما يعني بالسبهلله كده من الاخر. ازاي؟ يعني يفضل واقف قدام المحل من صباحيه ربنا، تشتري يا فندم، تشتري يا فندم، تشتري يا فندم. هو السيلز مش كده. انت المفروض ان انت لما تيجي تقف سيلز تبقى تسأل الكاستمر اللي قدامك او البروسبكت اللي قدامك هو شويه اسئله، وده هناخدها برضو في مجال السيلز. شويه اسئله بتعرف منها هل هو جاي يشتري اصلا ولا جاي يتفرج. طب ما هو ممكن يدخل ويسوحك وتفضل معاه نص ساعه ويجرب في اللبس وفي الاخر يسيب اللبس ويمشي. انت بمهارات السيلز وبالسكيلز بتاعت السيلز انت بتبتدي ان انت تعرف امتى ابيع للشخص ده وابذل بجد ايفورت معاه، وامتى اسيب الاوفر ده لحد تاني. انهي فيهم add value to product. الماركتنج يعني انا قلت لك انه السيلز جزء من الماركتنج، فانا ما اقدرش ان انا اجزئهم، بس الماركتنج هو اللي add value to product. لان انا قلت لك ان احنا بن الماركتنج بيساعد في البرودكت ديفلوبمنت. تمام. حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي في ان هو يفرق ما بين الماركتنج والسيلز؟ انا مش مهم تفهم ده يعني ايه ماركتنج ويعني ايه سيلز دلوقتي. تفرق ما بينهم. عارفين تفرقوا ما بينهم؟ فهمتوا ان هم مش حاجه واحده؟ تمام. طيب يعني طب أنا عايز أسأل سؤال معلش. يعني كده اتفضل. الماركتينج هي اللي بتحول العميل للسيلز عشان يشتري أو لأ؟ هل كده اللي أنا فهمته صح؟ الماركتنج بيحول العميل للسيلز. الماركتينج هو اللي بيجيب العميل ويوجهه للسيلز عشان العكس. لو هيشتري يعني. العكس بقى. بص انت لو هو كاستمر انا بوجهه للسيلز. لو هو كاستمر، لو هو بيشتري مني على طول، انا هوجهه للسيلز. طب لو هو في السيلز انا دلوقتي ده مش كاستمر، ده بروسبكت، يبقى السيلز هو اللي بيخدم على الماركت. العلاقه بينهم متبادله، مش وان واي. فاهمني؟ تمام. شكرا لحضرتك. لا يعني مهارات. طيب يا جماعه بصوا عشان يعني طيب انا بحاول اشوف لو في اي اسئله على السلايد دي. مهارات بناء الهوية والانتشار والترسيخ في العقل، مع مهارات كسب العملاء وكسب علاقات طويلة الأمد مع العملاء لتحويلهم لمستهلكين وتحقيق البيع. تمام صح. طيب لو سمحت كان عندي سؤال. اتفضل. هو حضرتك بتقولي العميل اللي هو جاي تعرف ازاي ان هو هيشتري او هيتفرج ويمشي، يعني هنعرف ازاي؟ هنفهمها في السيلز بقى. دي عشان هستفيد فيها. بس في حاجة اسمها بانت تكنيك. يعني بانت ده بيعتمد على البادجت والاثوريتي والنيد والديماند والتايمنج كمان. التايمنج فالعناصر دي كلها انت بتقعد تسأل شوية أسئلة كده للشخص اللي جاي يشتري منك، بتعرف منها هو بجد ناوي يشتري ولا جاي بيتفرج
ولا او حتى لو جاي يتفرج، ممكن لو جاي يتفرج في معرض عربيات وهيشتري كمان شهر، ده بروسبكت ان انت ممكن تبتدي ان انت تعمل ريليشن شيب معاه، او ان انت يعني يعني تبقى ايه، تبعت له على الواتساب بتاعه او على الكونتاكت بتاعه، فاهمني؟ فانا هفهمكم ده في يعني في السيشنز بتاعت السيلز. تمام، شكرا لحضرتك. عفوا، خلاص كده التفكير الرياضي ده في الوقوع. طيب الفرق، احنا كده فهمنا يعني ايه ماركتنج، الفرق بين الماركتنج والسيلز. طب في حاجه اسمها ادفرتايزنج، الناس دايما بتتلخبط منها. عشان نقطع الشك باليقين، وما فهمتش السيلز قوي. طب ليه ما فهمتش السيلز قوي؟ طيب ايه اللي مش فاهماه في السيلز يا امال؟ افتحي المايك. تعالي بقى، انت هتقولي ما فهمتش وانا هسمع. ايوه معاكي. قولي. بصي انا فهمت ان الماركتنج دي العمليه نفسها ان احنا بنبقى نسوق للمنتج بتاعنا، تمام؟ صح. صح. ماشي. السيلز بقى الماركتنج يعني السيلز بيسوق بقى هي للمنتج. بقى تمام. السيلز بقى احنا العمليه نفسها بقى بتاعت البيع وكده ولا حاجه تانية؟ ايوه، عمليه الشراء. انا كسيلز كوردينيتور انا بقف بتمم عمليه الشراء. هو انا دلوقتي كماركتنج جبت كاستمر، ومثلا انا جاي بفتح محل جديد، محل ملابس جديد، رحت منزلها على فيسبوك وتيك توك وانستجرام وكل الحاجات دي، وعملت له ماركتنج اوفلاين واونلاين. كل الحاجات دي عرفتهم يا جماعه في براند جديد هيفتح هنا. طيب هبتدي الناس تيجي تشوف تتفرج. مهمه السيلز ان هو يحول لي الناس البروسبكت اللي هي ما تعرفنيش لكاستمر، حد في الشارع يحوله لي الكاستمر، حد مهتم بمجال الملابس والفاشن والموضه يحوله لي الكاستمر. ايوه، لكن الاثنين بيخدموا على بعض عادي، يعني ممكن السيلز يحول البروسبكت للكاستمر والماركتنج برضو بيخدم على السيلز، صح؟ بالظبط. علم النفس مهم هنا يا يوسف. طبعا، ما انا قلت لك ان الماركتنج داخل فيه السايكولوجي. الماركتنج كعلم بيدرسوا فيه السايكولوجي. الماركتنج بحلل البرودكت بتاعي وبظهر مميزاته، والسيلز انا حلو جدا الشرح. ماشي، هو ده مسجل؟ مسجل يا جماعه. ميس معلش. قولي. هو حضرتك قلتي ان السيلز هي اللي بعد ما بيعملوا سيلز يعني بنوجهه للماركتينج. طب هو ما ينفعش العكس؟ يعني ممكن يكون حد شاف مثلا البيج اونلاين وعجبه الحاجة وبعد كده جه يشتري. انا قلت لكم ان العلاقه بينهم مش وان واي، العلاقه تبادليه ما بين ماركتنج وسيلز. الماركتنج بيودي للسيلز، والسيلز بيودي للماركتنج بامثله كتير. يعني عايزه نعيد امثله تاني؟ لا. حاسه ان انت مش فاهمه والعكس صحيح؟ فاهمه ولا لا؟ هو معلش بخصوص آخر سؤال، اتفضل. يعني هو دلوقتي لو في كاستمر معين واشترى مني، ازاي بعد كده احوله للماركتنج؟ مش فاهم. هل انا بعرفه بعد كده على المنتج بكل تفاصيله، يعني ولا هو يعني جه يشتري، هو جه يشترى في الاول وكانش عارف البرودكت كويس رحت انا حولته للماركتنج، ولا ايه بالظبط؟ طيب بص، انت دلوقتي جاي شخص اشترى منك لبس معين، او اشترى منك تك سوليوشن معين. خلاص، انت بتشتغل في مجال ايه طيب؟ او يعني مهتم المجال ايه دلوقتي؟ نفترض السيلز مثلا. انت شغال في مجال السيلز دلوقتي صح؟ لا، انا في كليه طب. ماشي، نعملها على حاجه ميديكال. نعملها حاجه ميديكال. ماشي. ماشي، انت دلوقتي رحت تشتري سكراب. خلاص. تمام. انت ما كنتش اتمشيت في شارع القصر العيني وما كنتش عارف محلات كتير قوي. نزلت. وسكراب يا جماعه هو اللبس الطبي، بس عشان الناس اللي مش فاهمه. طيب احنا دلوقتي الشخص ده شايفك وانت ماشي ببلطو، او يعني ماشي بتدور في القصر العيني. هيبتدي ان هو الشخص اللي قدام المحل ده يقول لك تعالى انت بتدور على ايه؟ طب انت في كليه طب؟ طيب انت مقاساتك كام؟ يبتدي ان هو ايه، يرشح لك الماركه بتاعتي، مثلا ماركه دكتور جروب مثلا. فيبتدي ان هو ايه، او دكتور براند. يبتدي ان هو ياخدك ويقول لك ايه ده الاحسن. بعد كده يقول لك ايه، طب ما ممكن ترافيرا تبقى افضل. ده سيلز تاني. هو كده بينفع ترافيرا، خلاص اشتريت منه، خلاص خلصت عمليه الشراء. هيجي ان هو يدي لك ايه، الكارت بتاعه،
او ممكن لو هو محل كبير يقول لك ايه، احيانا بيطلب منك هات تليفونك عشان نقيس مدى خدمه رضا العميل ايوه وندي لك اوفرز تانية. تمام. بياخد تليفونك، التليفون ده بقى البيانات والداتا دي بتتحول على الماركتينج اللي هو بيكون قاعد في الشركه بتاعت ترافيرا، يبتدي ان هو ايه يتواصل معاك، يبعت لك اوفرز، يشوف انت اهتماماتك ايه. كل الحاجات دي الماركتينج هو اللي بيعملها. يبقى انا كسيلز حولتك لماركتينج اهو. هعمل معاك لونج تيرم ريليشن شيب صح كده؟ بالظبط، خدمه ما بعد البيع بقى. تمام ماشي شكرا. حد عنده اي مشكله في السلايد دي؟ انا ما عنديش السلام عليكم. مشكله. وعليكم السلام، اتفضل. بإذنك يعني على حسب حد فيني أظن يعني لو في مشكلة بس عايزك حضرتك توضحها لي إن السيلز هو المهنة اللي بتختار إن العميل ده هو المناسب لخدمتنا علشان نقدر بعدها نضيفه لعميل دائم عشان يكون مع فئة الماركتينج يعني على ما أظن، صح ولا هل في حاجة مفهومة غلط؟ بص، هو صوتك واطي، بس يعني انا اللي فهمته ان انت بتقول ان السيلز بيشوف لو البروسبكت ده مناسب ليا وبعد كده يقوم محوله للماركتينج، صح؟ مش هو ده انت بتقوله؟ مظبوط مظبوط، ده صح. الماركتينج برضو يحدد الجمهور. ايوه، ما انا دلوقتي لما جيت افتح البراند، الباير بيرسونا، صح؟ هنفهم يعني ايه باير بيرسونا. انا دلوقتي لما جيت افتح البراند عشان افتح مثلا براند لبس، ببتدي ان انا ادرس التارجت اودينس بتوعي. هفتح براند لبس لبنات من سن 18 ل 20 سنه، هبتدي ان انا ادرس هم بيحبوا ستايلات ايه. فهنا انا عملت سيجمنتيشن، ابتديت ان انا اشوف انا ايه التارجت اودينس بتوعي. لما بعمل ماركت ريسيرش يا جماعه، انتوا عندكم بجد يعني مصطلحات تحفه بس ايه ننظمها. انتوا بجد عندكم خبره عن الماركتنج حلوه جدا، وعندكم فكره عن الماركتنج حلو جدا، بس محتاجين ايه ننظمها، نفهم ده فين وامتى نستخدم ده وامتى نعمل ده. فهنظبط ده سوا. المهم انتوا السلايد دي تمام معايا؟ ممكن سؤال بس؟ اتفضلي. او اللي مش عنده اي خبرة يعني هيقدر يفهم؟ طبعا انا قلت الكورس ده من الزيرو انا بعلم من الزيرو دلوقتي. تمام، عندي سؤال. اتفضلي. دلوقتي مثلا انا فتحت البراند بتاعي ومثلا جه عميل وبعت له البرودكت بتاعي، انا ازاي اقدر اضمن ان العميل ده هيفضل مستمر معايا مثلا، او ان هو مش هيروح لحد تاني، ولا ده هيكون من خلال مثلا الاوفر اللي انا بعملها، ولا ايه؟ معلش عيدي السؤال كده تاني. ازاي اقدر احافظ على العميل ان هو مثلا اشترى مني البرودكت ده هيجي مثلا فيما بعد يشتري تاني؟ هنشوف في الماركتنج. تمام. طيب طيب حاضر. بصوا يا جماعه، تأكيد الحضور هيبقى بلينك هبعته لكم في اخر السيشن، ماشي؟ مش بالمجرد الحضور. طيب الفرق ما بين الماركتنج والسيلز والادفرتايزنج، بصوا عشان اختصر الموضوع ده انا عملت لكم مثال. تخيل محل ملابس، انا ما اعرفش ليه لازقه في محل الملابس ده، بس يعني محل الملابس. انا دلوقتي الماركتنج هيبتدي ان هو يحدد التارجت اودينس ليه، اللي هو يبقى ايه؟ البنات من سنه 18 ل 25 سنه. هيعمل لي براند ايدنتيتي، هنفهم يعني ايه براند ايدنتيتي، الهويه بتاعت البراند. هيحدد لي البرايسنج، التسعير بتاعه، هيحدد لي لانشنج بلان، امتى انزل ده، امتى انزل ده في السوق، اعلن عن البرودكت ده ازاي. طيب الادفرتايزنج هيعمل ايه، او التيم بتاع الادفرتايزنج هيبتدي ان هو يظبط لي الاد كامبين على السوشيال ميديا. هيبتدي ان هو يكلم الانفلونسر الفلاني يقول له تعالى اعمل لي اعلان عن البرودكت ده، يكلم ناس فريق تصوير وينزل يصوروا ريل مثلا. طيب مين اللي بيحدد السكريبت بتاع الريل ده؟ الماركتنج. طب مين اللي بينزل يصور؟ تيم البراندنج. في صورة أنا عاملة سلايد شو. طيب بالنسبة للسيلز، السيلز بقى هيعمل إيه؟ أول ما البرودكت ينزل، أو السيلز بيبتدي أول ما البرودكت ينزل هيبقى موجود في الماركتينج، ويبتدي إن هو يساعدهم يختاروا السايز المناسب ليهم عشان يكمل السيلينج بروسيس. بلس دي مهمة، convert الليد to customer. دي حتة مهمة. لو هو ما عملش ده
خلاص يعني على السلام بقى. يعني احنا كده ايه، اشترينا مره واحده ومثلا تلاقيهم عجبهم الكوليكشن الشهر ده، وبعد كده مش هتشوف وشهم تاني. فاحنا لازم ان احنا كسيلز ناخد بالنا من الحته دي. تمام. طيب انتوا تمام في السلايد دي؟ تمام. الماركتينج والسيلز بيشتغلوا مع بعض. احنا لسه برضو بنحاول نفهم الماركتينج والسيلز بيمشوا ازاي. الماركتينج بيعمل ليد. الماركتينج هو اللي بيخلي الشخص يبقى عنده فضول يدخل يبعت على الرسائل البيج، هو المنتج ده بكام، هو المنتج ده بيعمل ايه. ساعتها بقى السيلز بيرد عليه. هو السيلز فيه جزء مودريشن، بس مش كل السيلز مودريشن. فاهمين حاجه؟ يعني مش اقعد حد مودريتور واقول هو ده سيلز، لا، انا الاصح اقعد حد سيلز ويبقى هو مودريتور، صح؟ طيب الماركتينج هو اللي بيخلي الناس تنجذب فتروح تسال السيلز. الماركتينج بيصنع الثقه. يعني مثلا براند زي ابل، ابل يعني انت ما تبقاش عندك شك ان انت تروح تشتري منهم. انا لو معايا فلوس ان انا اشتري ايفون هشتريه وانا واثق 100% منهم. ليه؟ تجارب قبل كده كانت بوزيتيف. كل الناس بتشكر في ايفون، كل الناس بتشكر في البريميوم كواليتي بتاعته. كمان الماركتينج بتاعهم دايما بيفتخروا بالبريميوم كواليتي بتاعتهم. طيب الماركتينج بيعمل ايه؟ بيeducate الكاستمر بالبرودكت ده. احيانا في برودكتس كتير قوي مترقعه بتنزل السوق ما بقاش فاهمين هي بتعمل ايه. يعني مثلا ابسط حاجه شفتها من كام يوم، البنات بيبقى مركبه ضوافر فمش بتعرف تفتح الكان بتاعه البيبسي مثلا، فعملوا مفتاحه. طب الفتاحه دي مبني على اساسها براند كامل، والله بجد حقيقي وموجوده على التيك توك. التيك توك هنا بقى وظيفتها البنت بتعمل ايه؟ بتحاول ان هي تعرف الناس على البرودكت ده. طيب الماركتينج بيخلق حاجه اسمها ديماند. هنفهم في السلايد الجاي يعني ايه ديماند، عشان بس ايه، انا عارفه ان الحته دي هندخل فيها كتير. طيب من الماركتينج للسيلز بقى، السيلز هيعمل ايه؟ هو اللي بيتواصل مع الكواليفايد ليد في السيلز فانل. في ليد، وبعد كده لما بتاكد منه بيبقى كواليفايد ليد. بيفهم الكاستمر نيدز. لما بقف انا وبساله في الاول، لما باجي اساله وانا واقف قدام المحل انت جاي تسال على ايه، بعرف هو النيدز بتاعته ايه المشكله اللي هو جاي يحلها. يعني والله انا زهقت من اللبس اللي في السوق ده كله بوليستر ومفيش لبس قطن، اذا هو بيدور على لبس قطن. والله انا عايز لبس اوف شولدر مثلا، او عايز تيشيرت باجي، عايز حاجه اوفر سايز. دي انواع برضو، دي انواع من النيدز، الاحتياجات، الحاجه اللي هو عايزها. انا واقف في محل موبايلات، انا جاي بدور على موبايل يعيشني، موبايل بيقول الو، هترشح له نوكيا. فاهمني؟ لكن واحد بقى جاي ايه يقول لك اصل انا بقى عايز موبايل فيه فيتشرز الفلانيه، تبتدي ان انت ايه ترشح له حاجات تانية. طيب السيلز بيقدم لك حلول. على فكره في ممكن انت تبقى سيلز مثلا لشركه ايفون، ويجي لك حد ترشح له جالاكسي. هو ده خيانه؟ لا، ده شطاره منك، والله بجد دي شطاره منك. انت شفت ان هو ايفون مش هيديله مدى الرضا اللي هو عايزه، رشحته لبراند تانية، وده موجود في السيلز حقيقي، ده موجود. تمام. فيعني انا عايزه بس ان احنا نبقى ايه اوبن مايند شويه مع السيلز. هيثق فيا بالظبط وهيجي يشتري مني تاني. لما انا ارشح له حاجه تانية هيبتدي ان هو يرجع لي وهيثق فيا، هبقى انا شخص عندي كلمه عنده. يعني مثلا جه اشترى مني جالكسي تاني مره، ابنه جه وانا رشحت له ايفون، هيشتري الايفون حتى لو مش معاه فلوس، هيشتري الايفون. تمام. طيب السيلز بيحافظ على العلاقه بتاعه العميل. انا ما عنديش خدمه ما بعد البيع في السيلز، بس هو هيجي لك تاني، وانت لو انت شاطر هتقدر تخليه يجي لك تاني. لكن لو انا دخلت محل ولقيتك انت قاعد ما بتعملش حاجه، او ان انت مجرد ان انت كلمتني قلت لي السعر بتاع الابورتمنت او بتاع الشقه وسبتني كده مع نفسي، عاجبك مش عاجبك، او مش معاك البادجت دي، خلاص انا هتقرف منك ومش هبرد على مكالمات تاني، وما يعني بص هاخد انطباع وحش جدا. بالظبط، هحس ان انا مش عايزه ابيع المنتج بتاعي وهتقفل واخرج من المحل اصلا. يعني انا عاجبني بجد ان انتوا معايا، دماغكم حاضره معايا. طيب
انا بس عايزاكم تفهموا من هنا الماركتنج بيجذب الكاستمرز، السيلز بيحول البروسبكت لكاستمر. والماركتنج مع السيلز، النقطة اللي في النص كلمة سكسس دي معناها ايه؟ معناها بزنس ديفلوبمنت. السكسس او الماركتنج مع السيلز لما بيتحدوا مع بعض بيعملوا ايه؟ بزنس ديفلوبمنت. عشان كده الناس اللي في كليات بزنس دايما بتاخد ماركتنج، ده اساسي، ده اساسي، اي حد بتاع بزنس بياخد ماركتنج. تمام. نمو بالظبط. لو سمحتي حضرتك سامعني؟ ايوه. معلش انا دلوقتي انا ورايا كورس الساعة 7، يعني هل انا اعرف اسجل حضور واعرف مثلا منين التاسك اللي انا المفروض اعملها، او السيشن هتبقى مسجلة فاقدر ارجع لها تاني؟ طيب بص، ممكن نسأل الكلام ده على الجروب بتاع ديسكورد. الأسئلة اللي تخص السيشن من النوع ده خلوها على جروب ديسكورد، وأي حاجة في كوردينيتور هتتواصل معاكم على جروب ديسكورد. الكوردينيتور اللي كانت بترد عليكم الصبح اسمها هدى، هترد عليكم وهتظبط لكم الدنيا. بس خلينا دلوقتي بس نركز في السيشن عشان ما نضيعش الوقت بتاعنا. تمام. تمام. طيب لو سمحت انا في حته مش فاهمها. اتفضل. الحته اللي هي بتاع مثلا حد يجي ياخد المنتج بتاعي، يجي يشتري من عندنا منتج مثلا وانا ارشح له منتج تاني، طب ليه؟ لو انا كده بمشيه اصلا. لا أنا مش بمشيه، أنا محل موبايلات، عندي ماركة ايفون وعندي ماركة سامسونج، الاتنين عندي. لو انا رشحته لحاجة تانية انا هكسب، انا هيجيلي فلوس. بس انا ايه، انا ما خنتش الثقة، بالعكس انا كسبت العميل اللي قدامي. انا قلت لك انا اهو مثلا شخص، ام دخلت وقالت لي ايه، انا عايزه موبايل كذا كذا كذا. لو انا رشحت لها ايفون وهي ما عرفتش تتعامل مع الايفون ده، مش هتيجي تتعامل معايا تاني. هي زهقت، هي خدت برودكت مش مناسب ليها. انا بكسب العميل اللي قدامي، فتجيلي بعد فتره معاها بنتها عايزه تشتري تليفون، هي مش جايه متارجتها ايفون، بس انا لما اشوف بنتها واشوف احتياجات بنتها ولقيت انه الايفون مناسب ليها، وقلت لها انه الايفون مناسب ليها، هتشتري الايفون، لان هي عارفه ان انا عندي مصداقيه. انا كسبتها، خليت فيه تراست. يكون انا اللي ببيع المنتجين يعني؟ عادي، بتحصل كسيلز، بتحصل. بتبقى انت انا اسمك قصدي يعني منفذ بيع. المنتجين دول عندك ولا المنتجين عندك، ما انت منفذ بيع، المنتجين عندك. تمام كده. هتعرفي احتياجاتها عن طريق ان انت بتساليها اسئله وهي بتجاوب عليكي. هنفهم الكلام ده في السيلز. يا جماعه انتوا عندكم اسئله كتير عن السيلز. ننتقل للوانت والنيد معلش والديماند. عايزة أوضح نقطة بس. هو بالنسبة له، لو ممكن أتكلم؟ اتفضل. هو بالنسبة له اللي هو يعني أنا لو مثلا أنا براند ملابس معين وكأني بوديه للمنافس بتاعي، يبقى أنا كده بخون ثقة صاحب المحل بتاعي. هو فكرته كده، فازاي اللي هو أنا أعمل كده؟ أنا شايفة إن هو بالعكس، أنت كده أنا بثق فيك. لو أنا عايزة آخد رأي أي حاجة تانية أنا هرجع لك تاني، لأن أنت مش عايز تاخد مني فلوس وخلاص، بل بالعكس أنت بتدور على مصلحتي. مش صح كده ولا بيتهيألي؟ صح. انت فهمتيها صح. بس تمام. احنا كده هيكون في مشكلة تانية. ايه هي؟ انا مثلا لو تبع حاجة معينة، فانا كده محققتش التارجت بتاعي فيها، اللي هو انا خليت عميل يروح لماركة تانية، لبراند تاني. ماشي، بس انت قدامها خليتيه الشهر الجاي جه اشترى منك حاجه تانية، صح؟ لا كمان حاسه اللي هو انا كده هبقى واثقه فيه، اللي هو اي موبايل بعد كده انا هرجع له، لان واحد مش عايز ياخد مني فلوس وخلاص، بل بيدور على مصلحتي، مش مجرد ان انا اكسب بس. طب انا ممكن يديني الموبايل وفي الاخر اروح بيه ولا فايدني ولا وممكن اعمل اجي اي ارجعه له تاني حاجه. على فكره. بالظبط فعلا. وبالنسبة بس للحاجة في الحاجات اللي هي طيب جماعه بصوا يعني الاسئله ممكن في بس الحاجات عشان اللي هي يا مثلا براندين مشهورين قوي، انا قلت له روح عند البراند التاني هو اللي هيلبي احتياجاتك، انا كده يعتبر قللت من البراند بتاعي. وحتى لو كسب ثقتي بس خلاص انا بينت له العيب اللي عندي وميزت له البراند التاني عن البراند بتاعي. يعني وصلت حضرتك؟
ايوه طالما انا ايوه مش فاهمة. منفذ بيع للحاجتين دول، فمش مشكله، عادي، كده كده هيكسب ثقتي وهيشتري من عندي. اما كوني ان انا براند وهرشح له براند تاني، خلاص هو كده بيقول لك يعني الشخص اللي في البراند ده نفسه قال لي لا ما تشتريش من عندي، شوف التاني. انا كده يعتبر ما حققتش التارجت اللي انا عايز احققه. بالظبط. طيب يا جماعه بصوا بس اقول لكم على حاجه يعني، خلي بس اتكلم. جنة ممكن بعد اذنك ما ترفعي انا فكرة حاجه. طيب بصوا يا جماعه، بس هنقفل المايكات دلوقتي عشان نقدر بس نكمل السيشن، وفي اخر السيشن هنتناقش لان الاسئله جميله جدا. هو فعلا بعد 12 بالليل. انا بجد والله مبسوطه بكلامكم، بس يعني عشان في ناس فعلا وراها حاجات تانية، وانا ممكن استفيد معاكم في الاخر. يعني هنقعد مع بعض ان شاء الله ل9، بس الناس اللي عايزه تخلص دلوقتي تخلص، ماشي؟ فاهمني؟ هو بجد كده احنا لو مثلا انا اسفه بجد والله، بس يعني عشان عايزين يعني السيشن تمشي الساعه بقت 7 حقيقي، واحنا لسه في الاول، فمحتاجين بس ايه نظبط الدنيا. بس نوقف الاسئله دلوقتي، وفي اخر السيشن هنستفيد سوا، ماشي؟ طيب نفرق ما بين الوانت والنيد والديماند. انا اسفه والله، البنت اللي كانت هتتكلم حقيقه انا اسفه لك، بس يعني هنكمل في الاخر. معلش انا اسفه. طيب، فرق ما بين النيد والوانت والديماند، الحاجات دي محتاجين ان احنا نفهمها عشان نقدر ان احنا نفهم يعني ايه ماركتنج. تمام؟ النيد هي حاجه انا فيزيكالي محتاجاها، يعني انا ماشيه في جو حر جدا، انا محتاجه اشرب ميه، لو ما شربتش ميه يعني هدوخ هقع، انا محتاجه اشرب ميه. طيب الوانت، الوانت هو ان انا عايزه ميه نظيفه، طعمها حلو. تقولي الميه ليها طعم؟ في ناس بتبقى انفه كده عايزه الميه ليها طعم. طيب ساعتها بقى هبتدي ان انا اقف قدام السوبر ماركت، وابتدي ان انا اختار ما بين براندات كتير قوي، إيلانو، أكوافينيا، نستلي، اختار انهي. ساعتها بقى انا كماركتنج انا بكرييت الديماند، انا بخلق ديماند ان انا عايز الحاجه دي، ان انا اختار إيلانو مثلا، ما اختارش أكوافينيا. ليه اختار إيلانو ما اختارش أكوافينيا؟ ما كلهم ميه، يعني الميه دي اصعب حاجه حرفيا، ان كلهم ميه. انا يعني ايه اللي بيميزني؟ لا، اللي بيميزني ان انا كإيلانو ان انا شركه مش مقاطعه. عشان كده بقوا يحطوا في اللوجو بتاعهم علم فلسطين، ودي حاجه يعني جميله جدا. فانا بقيت ان انا اول ما اشوف إيلانو انا مش محتاجه تشيك هي اصلا مقاطعه ولا لا، انا هروح باخدها على طول لان هي دي مش مقاطعه، وكمان السعر بتاعها مناسب ليا. فهنا انا بخلق الديماند، بشوف انا الكاستمرز بتوعي او الاودينس بتوعي محتاجين ايه. إيلانو ابتدت تظهر فعلا وقت المقاطعه، قبل المقاطعه انا ما سمعتش عن إيلانو خالص. فده استغلال للسوق، وده نتج عن ماركتنج ريسيرش كويس جدا. فعشان كده انا قلت لكم لو انت من غير ماركتنج ريسيرش كويس، انت البيزنس بتاعك مش هيقوم بشكل كويس، لان انت مش هتبقى فاهم الكومباتيتورز بتوعك. طيب هنا انا كنت حاطه لكم الكيس ستادي اللي انا لسه شرحها حاليا، فهنسكب. بالظبط، انا عايزاكم بجد، انا اسفه للناس اللي بتعمل دايت. بس انا عايزاكم بعد كلامي عن الميه دلوقتي، فاكرين لو انا ماشيه دلوقتي برضو في الجو الحر ده، وكنت رايحه لسه اخد ازازه إيلانو من الثلاجه، ولقيت الاعلان ده اشتغل قدامي، هعمل ايه؟ انا دلوقتي انا عايزه اشرب كوكاكولا، عايزه اشرب حاجه غازيه، فكوكم ان هي مقاطعه. انا دلوقتي عايزه اشرب حاجه غازيه، يا سيدي بدل كوكاكولا بماكسي، بس انا ما لقيتش اعلان ماكسي. فانا دلوقتي ه... ده بيكريت ليا ديماند، ان انا دلوقتي رجعت ان انا عملت بكريت ديماند، انا هنا غيرت الفكره. فاهمني؟ انا خليته يختارني، انا ما يختارش الميه حتى، يعني هو غير فكره الميه. ممكن انا كستاربكس برضه غير ده، يعني في اعلانات لستاربكس كتير. فانا هنا عايزه اوصل لكم من الاعلان ده فكره يعني ايه امباكت للاعلان عليك، ان انا شخصيا اتاثرت.
ان انا عايزه اشرب كوكاكولا دلوقتي، او عايزه اشرب اي مشروب غازي يديني انتعاش في الحر ده. بالظبط، هيخلي عندي رغبه قويه. طيب يعني ايه ماركتينج؟ بيتهيألي احنا المناقشه الجميله اللي فاتت دي احنا قدرنا ان احنا نفهم شويه عن الماركتينج. وفي حد جميل كده كان في الاول بس نسيت اسمه الصراحه، قال لنا بجد التعريف الرسمي للماركتينج من الاي ام اي. يا جماعه انا معظم الماتيريال اللي انا بجيبها من الاي ام اي اللي هي الامريكان ماركتنج اسوشيشن. الجمعيه دي معتمده من الماركتينج، فهي هي اللي بتدينا التعريفات وهي اللي بتبقى اكتر حاجه سيرتيفايد. فانا سهلت الديفينيشن عليكم يعني، او سهلت يعني تعريف الموضوع عليكم عشان احنا مش قاعدين في ليكشر في الجامعه، احنا فاهميني. طيب الماركتنج هو عمليه ان انا افهم العميل اللي قدامي واصنع الفاليو اللي انتوا كنتوا لسه بتسالوا عليها عن طريق ان انا اعرض الرايت برودكت للكاستمر بتاعي. برودكت اللي هو ايه؟ سيرفيس، تك سوليوشن، او اي سوليوشن عامه يعني. والله البرودكت ده ممكن يبقى حاجات كتير قوي، بس انا بعرض الرايت برودكت في الرايت تايم، في الرايت بليس، في الرايت برايس. يعني المنتج الصح في الوقت الصح في المكان الصح بالتسعيره الصح. لان انا لو نزلت منتج تسعيرته مش مناسبه مش هيتشرب. يعني إيلانو لو هي كماركة ازايز ميه وكده نزلت الميه بتاعتها في وقت غير وقت الحرب بتاع فلسطين او قبل حوار الحرب ده، ما كانش هتتشرب. هتبقى عادي زي اكوفينيا، زيها زي نستلي عادي. انا هدخل اشوف اي ازازه ميه ساقعه وخلاص. اما هي اختارت الوقت المناسب، المكان المناسب، بالسعر المناسب. تمام. ليه انا محتاجه ادرس ماركتنج كشخص صاحب بزنس؟ علشان انا كشخص صاحب بزنس انا اقدر ان انا افهم احتياجات العميل هي ايه، اقدر افهم النيد، فاقدر اخلق الديماند ليها زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. اقدر ان انا اعمل سترونج كاستمر ريليشن شيب، ودي مهمه جدا. انا قلت لكم لو السيلز فشل في ان هو يعمل الريليشن شيب دي بشكل كويس، انا كماركتنج ده بيأثر عليا. لو انا ما خدتش بيانات كويسه من الكاستمر انا مش هعرف ان انا اطور البرودكت بتاعي بشكل كويس. فانا لازم انا مش بقول ان السيلز بس هو اللي بيخليني اعمل كاستمر ريليشن شيب كويسه. على فكره الماركتنج ممكن يعملها عن طريق ايه؟ مثال بسيط، زي ابل قبل كده عملت نوادي او كلوبس على تقريبا كانت واتساب او حاجه زي كده، وابتدى ان هم بقت كوميونتي للايفون يوزرز. ناس بتدخل معاها ايفون بتبتدي ان هي تتكلم، يبتدي ان هم ينزلوا اوفرنجز ليهم. كوميونتي، بقيت حاسس ان انت جزء من البراند، ان البراند هي حاجه تخصك. يعني لو شخص الايفون يوزرز معظمهم ما بيبقوش عايزين ان هم يغيروا ايفون، لا انا خلاص انا منتمي لكوميونتي معينه بصفات معينه بلايف ستايل معين، انا مش عايزه اخرج منه. انا خلاص اتحطيت في لايف ستايل مختلف. فاهمني؟ هو مجرد موبايل، بس هو الامباكت بتاع الماركتنج بتاعه عليه ايه؟ خلاه اكتر من موبايل، خلاه حاجه تانية. طيب ان انا اخلق الفاليو انتوا كنتوا سالتوا عليها، ان انا اعمل براند اويرنس، شرحنا يعني ايه اويرنس. ان انا اعمل ديماند، شرحناه. طيب ان انا اعمل بزنس جروس وبروفيتابيلتي. طيب الناس بتوع بزنس هم اكتر ناس هيقدروا ان هم يتكلموا في الحته دي. بس انا يعني عايزه افهمكم بجد بجد يا جماعه، يعني في بزنس كتير قوي بيقع لمجرد ان هو الماركتنج بتاعه مفيش. بصوا معظم البيزنسز يعني او الناس اللي بتبقى بتبتدي البيزنس بتاعهم، الفكره مش بتبدا من ايديا تحفه ما حصلتش، لا. يعني بصوا في شركات كتير قوي بدات بافكار بدائيه حرفيا عادي يعني. في ماركات بجد يعني بيزك. يعني ايه الفكره في ان انا مثلا افتح محل فول؟ عادي محل فول، بس انا فتحته في وقت مناسب في مكان مناسب، قدرت ان انا اعمل ماركتنج كويس ليه، فبقى محل فول فلان الفلاني. انا قلت لكم محل فول حرفيا. فممكن بزنس تاني بيبيع حاجه مختلفه تماما، مثلا سوشي.
بيبيع السوشي باطعمه مختلفه، بيحطه في سندوتش، بيحط السوشي في سندوتش ويعمل عليه حركات. طب هو انا ده ايه الفكره منه؟ هو ما فيش ايديا فظيعه، ولكن انا عملت بيزنس كويس لنفسي، فعملت بيزنس جروس، سوري، عملت ماركتنج كويس لنفسي، فعملت بيزنس جروس عالي. تمام. فيا جماعه الماركتنج مش بس ان انا ببيع، الماركتنج ان انا بعمل فاليو للكاستمرز اللي عندي. تمام. في حاجه اسمها ماركتنج بروسيس، يعني عشان بس نظبط انتوا كنتوا بتقولوها في نص الكلام. الماركتنج بروسيس دي هي ان انا عمليه بتفهمني الماركتنج بتاعي بيمشي ازاي. بتبقى على شكل هرم كده، بس انا ما حبيتش ادخلكم في الحته دي دلوقتي، احنا بناخدها بهداوه شويه، لان احنا احنا بادئين من الزيرو. تمام. طيب، اول حاجه، اول خطوه في وجودك كماركتير في شركه، ان انت تفهم الكاستمر نيدز عندك، هم محتاجين ايه، انا ايه المشكله اللي انا جايه بحلها بالبرودكت بتاعي، ايه الحاجه اللي بتاثر عليهم في حياتهم. مثلا ستاربكس، ايه الحاجه اللي بتاثر عليهم في حياتهم؟ هل فكره ان هم عايزين يشربوا قهوه كل يوم؟ مش فاكره قوي. هو في على فكره ماركات قهوه كتير واحسن بكتير من ستاربكس والبن بتاعها تحفه، بس ايه الفكره في ستاربكس؟ ان هو بيوفر لك حل سريع ان انت تاخد القهوه بتاعتك وتجري بيها على الشغل. بتبقى في ايس كوفي، يقدر ان هو يقدم لك القهوه بتاعتك ساقعه، يقدم لك بالفليفرز اللي انت محتاجها، بيدي لك كارت ان انت تبقى لويال ليهم. فهنا انا من منطق ان انا فهمت النيد بتاعه الشخص او الكاستمر اللي قدامي، قدرت ان انا اديزاين ماركتنج استراتيجي ليا، اقدر ان انا افهم واعمل ماركتنج استراتيجي. يعني ايه ماركتنج استراتيجي؟ هنتكلم في سيشنز قدام عشان دي حاجه طويله شويه. تمام. اقدر ان انا ابتدي افهم انا هسوق ليه ازاي. كل بيزنس وله طريقه تسويقه المعينه بيلت اون الكاستمر نيدز بتاعتي. كل ده بيعتمد على الكاستمر، كل ده بيعتمد على السيجمنتيشن بتاعي. انا انا بتارجت مين، انا بحتاج مين. فلازم ان احنا نكون فاهمين كويس قوي الناس اللي احنا بنتعامل معاها. طيب، احنا قلنا في الاول احنا بشوف النيدز بتاعتي بتبقى ايه. تاني حاجه انا بشوف بعمل ماركتنج استراتيجي ليا. تالت حاجه انا بعمل ايه؟ بعمل ماركتنج بروجرام خاص بيا للشركه، بقعد مع البيزنس اونر واتكلم معاه انا هنعمل البيزنس ازاي. وعلى فكره القعده دي يعني انا عايزه اقول لكم بتطول، يعني ممكن تقعد يعني بجد فوق الشهر احنا قاعدين بنظبط ماركتنج استراتيجي كويسه جدا عشان ولانشنج بلان كويسه جدا، عشان بمجرد ما المنتج ينزل السوق يبتدي ان هو يتباع، وابتدي ان انا اوصل بسرعه، اعمل جروس بسرعه. طيب، برضو ان انا اعمل فاليو للكاستمر بتاعي، دي بتبقى اخر خطوه ان انا بوصل للسيلز لويالتي والادفوكاسي. طيب بصوا يا جماعه الحته دي عشان بس ما تتلخبطوش فيها وتحسوا ان الكلام يعني مجعلص كده شويه. انا بمجرد ما انا عملت كاستمر ريليشن شيب كويسه عن طريق ان انا بعت او نزلت برودكت وعملت له مثلا زي ما قلنا كامبين كويسه وعملنا مثلا كلابس للمنتج ده، وانا بقيت حرفيا اشتريت العميل بتاعي، هبتدي ان هو يبقى فيه لويالتي، اشتري مني مره والثانيه والثالثه. وزي ما قلت لكم بيبقى فيه كارت كده مثلا احيانا بيعملوه بيقول لك ايه عدد مرات اللي انت جيت لي فيها او اشتريت فيها، بيبتدي ان انت يبقى ليك اوفر، كل مره يبقى ليك اوفر اعلى من المره اللي قبليها. فبعد كده تبتدي ان انت تشتري تاني، بعد ما تشتري تاني هتبتدي ان انت تقول لاصحابك على المكان ده، فيبقى في هنا ايه حاجه اسمها وورد اوف ماوث، ان انا بقيت اتكلم فلان رشح لي ده فانا هروح اجرب ده، وهتتعاد نفس القصه. من كاستمر واحد هيبقوا 2 وهيبقوا 3، وابتدي ان انت بقى ايه الاودينس بتوعك يكبروا. بالظبط الحاجات دي بتخليني احافظ على العميل. معلش يا جماعه الناس اللي رفع ايديهم بس، يعني هخلص الجزئيه دي وهفتح بتاع 10 دقايق كده للاسئله. تمام. طيب البروسيس بتاعت الماركتنج دي لازم نبقى فاهمين هي في الاخر بتوصلك لايه؟ وين وين سيتويشن. يعني ايه وين وين سيتويشن؟ دي دايما بنقولها في البيزنس، ان انا استفدت وانت استفدت. انت مش بس رحت دفعت فلوس، لا انت كمان خدت حاجه بسطتك وخلتك
في فئه مختلفه. يعني هل تقنعني ان اللي بيشتري ايفون ده، معلش انا شغاله على ايفون يوزرز شويه، اللي بيشتري ايفون ده هو خلاص كده انتقل من طبقه الفقر الى الغنى مثلا؟ وممكن يكون شخص عادي في طبقه متوسطه اشترى ايفون وخلاص. لا، بس هو ابتدى ان هو بمجرد ما اشترى البرودكت بتاعي حاسس ان هو مع فئه الاغنياء. ليه؟ معظم الناس اللي بتشتريه بتبقى مبالغ قيمه وكده. طب انا قدرت ازاي ان انا اجذب عميل زي ده؟ عملت له اوفر، قلت له قسط، باي 1 جيت 1، حاجات كتير قوي ممكن اعملها خليه ان هو يوصل للمرحله دي. بس المهم ان الكاستمر ما يحسش ان هو راح ضيع فلوس ومشي، لا، هو حس ان هو اشترى فاليو، اشترى حاجه كده عايشه معاه طول حياته، نقلته نقله تانية في الدنيا. طيب الناس اللي كانت رافعه ايديها، بصوا اللي عايز يسال سؤال بجد يرفع ايده، وهاخد 3 اسئله قبل ما ننتقل على النقطه اللي بعدها. طيب منى اتفضلي. استني هفتح لك المايك. معلش انا ممكن بس مفيش يعني ميبقاش في اي مصطلحات بالانجلش عشان في حاجات كتيرة واقعة مني. اوكي. انت الحاجات اللي وقعت منك دي في انهي سلايد؟ هو من اول السايد ده يعني كان في كذا حاجة كده وانا مش فاهمة يعني مش عارفة اجاوب. حاضر. أمانوب. ميس بس هو أكيد الشغل ده محتاج فوتوشوب، واحنا يعني الكلام ده كله محتاج فوتوشوب. يعني الفيديو اللي انتوا وريتولنا عن كوكا كولا ده أكيد في فوتوشوب كتير أكتر من الماركتينج والسيل. يعني هو في فوتوشوب أكتر بكتير، احنا مش متعلمين فوتوشوب. بص، الفوتوشوب هو جزء من تيم البراندنج. طيب البراندنج ده بيبقى تيم كبير قوي، بيبقى فيه ناس متخصصة ماركتينج وناس متخصصة فوتو وفيديوجرافي وديزاين، وبيبتدوا ان هم يظبطوا لنا الحوار ده. بس انت كماركتير مش مطلوب منك ان انت تعمل الديزاين، انت بتتخيل شكل الديزاين. يعني انا قبل كده قعدت مع حد في شركه عشان كانوا عايزين يعملوا كامبين معينه، مسكت ورقه وقلم وقعدت شخبطت كده رسمه ولا الاطفال. بس في الاخر الرسمه بتاعت الاطفال دي راحت للديزاينر وعمل لي ديزاين تحفه. فانا مش من الجوب ديسكريبشن بتاع الماركتير ان هو يبقى فاهم جرافيك ديزاين، بس اذا انت ضفته لمعلوماتك ده ما يأثرش، يعني هيبقى حاجه احسن اكيد. فهمتي يا بنوب؟ طيب اسلام. كنت عايز أسأل على رقم 3، يعني إزاي بالظبط بعمل انتجريتد ماركتنج بروجرام، خصوصا لو ديجيتال سيرفيس. يعني أنا مثلا دلوقتي ما عنديش فيزيكال برودكت، هي أونلاين سيرفيس، فإيه المقصود بالظبط بانتجريتد ماركتنج بروجرام؟ طيب انت عندك اونلاين سيرفيس زي ايه مثلا؟ يعني عشان امشي معاك بس على المثال. يعني هو حاليا في حاجة زي يعني من الآخر كورس، عايزين بعد كده نتوسع لمكتبة الكورسات، فهي ديجيتال أسيت، مفيش حاجة قوي على أرض الواقع موجودة، هو أونلاين بس كده. انا فاهم ان كده كده المفروض يطبق عليه نفس مبادئ الماركتنج، لان الماركتنج واحد. بس ايه بجد المقصود بانتجريتد بروجرام؟ يعني انتجريتد من ناحيه ايه؟ ايه الاسبكتس بتاعته؟ الاسبكتس بتاعته كتير من ناحيه الاونلاين والاوفلاين. طب انت ما عندكش اونلاين واوفلاين، بتبقى من ناحيه البرودكت ذات نفسه. يعني انت بالتارجت بقى انهو، بتبدا من اول السيجمنتيشن. انتجريتد من ناحيه التيم اللي بيشتغل معاك كمان الماركتنج، اللي هو هناخد قدام يعني في السلايد اللي بعدها دي على طول كذا كونسبت. انت هتاخد انهي كونسبت؟ طب ممكن تشتغل بكذا كونسبت او بتو كونسبتس مثلا، مش كونسبت واحد. فالفكره هنا مش بس فكره اونلاين واوفلاين، هو انت بتنوع في الطرق للماركتنج بتاعك. حتى لو الحاجه دي اونلاين، انت كورسات اونلاين حلو على عيني وعلى راسي، بس انت عملت حاجات اوفلاين تؤدي للاونلاين. يعني احنا مثلا عندنا في الجامعه لما كنا بنعمل كورسات كنا بنعمل بانر كده وبنحط QR كود، وبيبقى البانر فيه ديزاين حلو قوي فبيجذب الناس، فالناس تقوم ايه داخله عامله سكان وتقوم داخله على الموقع وتبتدي ان هي مم. تسجل في الكورسات معانا. فهنا انا حولت الاونلاين، بقيت اعمل ماركتنج ليه فيزيكال، بس هو ايه مم. هو بس هو في اونلاين الاول وفي الاخر هو اونلاين. بالظبط.
فهمتني؟ طيب وهنتكلم ازاي مفيش نعمل مثلا ماركتنج برضه. طريق تاني؟ كنت بقول يعني مفيش طريق تاني لو انا مثلا مش متاح موضوع البنرات ده، او مش متاح ان انا اعمل حاجه زي كده اوفلاين. طب انا ممكن مثلا ادي فري توتوريالز مثلا، او اعلن عن فري توتوريالز بالظبط وهكذا. بالظبط بالظبط. انا بقول مم. لك فكره، يعني انا بقول لك مثل، لكن مش يعني انا برضو انا ما اعرفش البراند بتاعك ايه عشان اقدر ان انا اكستم للطريقه المعينه اللي انت تقدر تستخدمها، لان انت زي ما قلت لي انا ما اقدرش مم. افورد البانرز. ممكن ندور على حاجات تانية زي مثلا الفري ترايل اللي انت قلت عليها. مم. طيب تمام، اوكي. هناخد اخر واحده، امال. بس ايوه. انا كان عندي تقريبا نفس السؤال بتاع الولد اللي فات، اللي هو لو انا عندي براند اونلاين وعايزه اعمل له ماركتينج. حاسه ان الماركتينج يعني اللي هو هنا ينفع بس لو حاجه على ارض الواقع، انما لو اونلاين مش هيكون زي الارض الواقع. يعني اونلاين عشان تجيبي اصلا كاستمرز وعشان تحوليهم مثلا من نقطه سيلز للماركتينج، الموضوع بيكون صعب شويه، وان حد اصلا يترست هو قدامه دلوقتي حاجه لسه ما لمسهاش، فاهمه؟ فالموضوع هيكون صعب اكتر من ان هو يكون على الواقع. يعني انت بتتكلمي دلوقتي ان انا كشخص عندي بيزنس اونلاين صعب ان انا اعمله ماركتنج اوفلاين، صح؟ ده سؤالك. اه، واونلاين برضو، ان هو احنا مثلا براند اونلاين، زي مثلا لو في حد بيدي كورسات او كده، فهو الناس اللي هيديهم كورسات هيبقوا اونلاين. حلو. فاحنا عايزين نعمل ماركتينج، فهنعملها ازاي؟ الماركتنج الاونلاين في، يعني مش هنقول ان هو بس ديجيتال او السوشيال ميديا ماركتنج بس. علم الديجيتال ماركتنج ده انا في سيشن عاملاها كامله للديجيتال ماركتنج، هنفهم ازاي نسوق اونلاين. بس الفكره ان انت لو عندك براند اونلاين مش هتعرف تسوق له، لا هتعرف تسوق له كويس جدا. يعني اصلا معظم البراندز اللي بتبتدي دلوقتي او الحاجات اللي انتوا بتفتحوها على التيك توك بتشوفوا لوكال براندز كتيره قوي بتبتدي ازاي، ما هي اونلاين. هي ايوه. البنت قررت تعمل مشروع صغير في البيت وبقيت تعمل له ماركتنج على البيج بتاعها. بتعمل ماركتنج ازاي بقى؟ ستوري تيلينج، بتدخل على التيك توك بقى وبتنزل فيديوز كتير، بتكسب العملاء اللي قدامهم، بتصور على ساوند فايرال، بيعملوا تريكس كده تخص الريتش. طب ده بالنسبه للسوشيال ميديا. في حاجات تانية، في حاجات تانية بس هنتكلم عنها في السيشن بتاعتها. ماشي. تمام. الاونلاين احسن، بيوصل اكتر من الاوفلاين في حاجات وحاجات، بس يعني في الزمن اللي احنا فيه ده. طيب معلش هنكتفي بس بالأسئلة دي والباقي الأسئلة في آخر السيشن. طيب. احنا قربنا نخلص يا جماعة. ماشي. عندنا الفايف ماركتينج كونسبتس. احنا ليه عملنا الحاجات دي؟ بصوا، كل حد وبيتبنى فكر معين يخص الشركة بتاعته. مش كل البراندز بتمشي معاها نفس الحاجة، ومش كل شخص ومش كل اونر بيبقى بيقتنع بحاجة معينة. ماشي. فاحنا بنبتدي بس عندنا 5 كونسبتس للماركتينج. ممكن الكونسبتس دي لما تعرفوا عنها تطلع لكم فكرة ازاي تماركتوا لنفسكم. طيب، اول كونسبت عندنا هو البرودكشن كونسبت. الفكره في الكونسبت ده ايه؟ ان انا اعمل ماس برودكشن فظيع بحيث ان انا اخلي الشخص اللي قدامي يشتري مني بشكل اكتر واسرع. ازاي؟ يعني في اماكن مثلا في محافظات تلاقي ان هما السوبر ماركت ما عندوش برودكتس مش مقاطعه كتير. يعني مثلا ما تلاقيش عنده بيك شيبسي، تلاقي عنده شيبسي كتير قوي، فتضطر انت ككاستمر او كشخص ماشي في الشارع جعان تشتري شيبسي بالرغم من ان انت مقاطع. وهي دي بقى، يعني احنا كنا بنقول ايه يا جماعه؟ لا ده ما تنسقوش، ده هو الماركتنج بتاعهم كده، ده جزء من الماركتنج بتاع شيبسي ان هم متوفرين بشكل اوفر. مفيش محل فاتح مش هتلاقي عنده شيبسي وتلاقي عنده كيكه زي توينكز او الحاجات دي. الفكره هنا في الماس برودكشن، وده ينطبق بقى على بقيه البرودكتس يعني، او مش بس المحل، يعني حاجات كتير قوي. طيب، تاني كونسبت الماركتنج ان المنتج بيخلي العميل يثق في المنتج. ماشي، صح. طيب، البرودكت كونسبت، الفكره في ان انا بجذب العميل عن طريق البرودكت بتاعي.
ازاي؟ ان انا اقدم له بيست كواليتي، بيست بيرفورمانس، وبيست فيتشرز، واوعده دايما بالبريميوم كواليتي. زي مين؟ زي تسلا، زي ايفون. تسلا للناس اللي ما يعرفش يا جماعه شركه يعني فظيعه جدا. من ابسط الحاجات اللي بتطلعها، انا بقول لكم ابسط حاجه يعني عربيه بشحن كهربائي. يعني انا ببسط الدنيا جدا يعني. طبعا الرجاله هيكونوا فاهمين اكتر عن الحوار ده، بس يعني بجد يعني الناس اللي بتشتري الحاجات دي او العربيات دي ناس بتبقى متوقعه دايما بريميوم كواليتي. انا اشتريت من تسلا، تتخيل ايه؟ اشتريت من ايفون، انا متاكد ان هو بريميوم كواليتي، مش محتاج ان انا ادور. انا واثق ثقه عمياء. على فكره في ناس مش بتثق في ايفون الثقه العمياء دي، وانا واحده منهم، ولكن العدد الاكبر من الناس بتعمل كده. طيب ان انا دايما بحسن من البرودكت بتاعي. طيب السيلينج كونسبت، ان انا طيب انا نزلت اوفر مثلا على حاجه، انا في ماركت زي سعودي ماركت، وعندي بيرسيل وعندي اريال. طيب الاثنين محطوطين على نفس الستاند، والاثنين بيعملوا نفس الحاجه. ايه اللي يخليني اخد برسيل وما اخدش اريال؟ ان انا عامله اوفر باي 1 جيت 1، ان انا مخليك تاخد ازازتين ومعاهم ازازه هديه. طب ده بالنسبه للكاستمر، انا كده وفرت، ده انا كده اشتريت حاجتين بحاجه واحده. دي حاجه حقيقيه، انت كسبت ككاستمر، وانا كمان كسبت كشركه. كسبت ازاي مع ان انا كده بعت حاجتين بسعر حاجه واحده؟ جاي عليا بخساره؟ لا، مش جاي عليا بخساره. في ناس كتير قوي تشتري مني، وهكسب الماركت في صالحي في الفتره دي. يعني في حركه عملتها قبل كده اريال، كانت منزله كامبين ومكسره الدنيا، ومنزله اعلانات ودفع فيها ملايين في منتج جديد لاريال نازل السوق، وخلاص بقى قربوا ان هم ينزلوا الكلام ده في الماركت. جت بقى ايه شركه برسيل عملت ايه؟ عرفت بالحوار ده، يروحوا بتوع السيلز يعملوا ايه؟ عملوا اوفر باي 1 جيت 1، وساعتها مبيعات برسيل غطت على مبيعات اريال. انتوا متخيلين؟ فيعني انا عارفه المثال بسيط، ولكن انا عايزه افهمكم بجد يعني ايه السيلينج كونسبت. ان انا بعتمد على ان انا بدي لك اوفرز بتشبع النيدز بتاعتك. يعني بغض النظر، انا مش ببص هنا، انا ما بصيتش على الكاستمر بتاعي محتاج ايه، انا بصيت على ان انا بوفر له اوفر مغري جدا، ما يقدرش ان هو يعني ممكن بعد ما يمشي من المحل، هو انا اشتريت الكلام ده ليه؟ انا مش محتاج الكميه دي من برسيل اصلا. فاهمين حاجه؟ طيب انا بحاول ان انا الموضوع ايه يبقى بالعربي عشان الناس اللي اشتكت من الانجليش، والله انا بحاول حقيقي. انا بدرس الكومبيتيتور استراتيجي، اللي هو الاستراتيجيه بتاعت المنافسين بتوعي، بدرسها. تمام. رابع وخامس كونسبت، وهم اهم كونسبتس معانا، ودول اللي الشركات فعلا بتستخدمهم. اول حاجه هو الماركتنج كونسبت، وبصراحه انا منحازه للكونسبت ده شخصيا. هو بيعتمد على كاستمر ساتسفاكشن، ان انت النجاح بتاعك، انا قلت لكم ان النجاح معياره بيختلف من كل حد للتاني. النجاح بتاعي هنا معياره متمركز على ايه؟ على الكاستمر، على مدى رضا العميل بتاعي، على قد ايه انا افدت العميل بتاعي، قد ايه انا قدمت له فاليو. يعني مثلا انا هنا في شباب، في عندنا هنا، انا دلوقتي اما جيت اديت كورس، الكورس ده انتوا داخلين فور فري. طب انا هنا اعتمدت على ايه؟ مدى رضاكم انتوا. هل انا خدت منكم فلوس؟ لا. انا البروفيت بتاعي، انا السكسس بتاعي اصلا كاستمر ساتسفاكشن، ان انتوا تبقوا مبسوطين او تطلعوا بجد بفاليو. في شركات بتبقى بقى بروفيت، احنا هنا نون بروفيت. في شركات بقى بتبقى بروفيت وبتاخد، انت خدت من العميل ساتسفاكشن وفي نفس الوقت خدت منه فلوس. تمام. اخر كونسبت، والكونسبت اللي انا قلت لكم الشركات بجد الكبيره والشاطره هي اللي بتستخدمه، السوسيتال ماركتنج، او التسويق المجتمعي. التسويق المجتمعي ازاي؟ ان انا بخلي، وده الفئه شويه اعلى من يعني
فئه شويه عاليه من المجتمع، الناس اللي هي بتكون مهتمه لفكره الايكو فريندلي. سمعتوا عنها قبل كده؟ ايكو فريندلي يعني ايه؟ يعني صديق للبيئه. يعني اقول لك مثلا انا ببتدي ان انا في ستاربكس عملت لك سترو او شفاطه، مش عارف انت بتقول عليها ايه، المهم يعني الشاليمو ده بقى مش بلاستيك، بقى صديق للبيئه. ففي ناس بتقتنع وتشتري من ده اكتر عشان تبقى ايه، صديق للبيئه، وما تبقاش انت ايه يعني دمرت حياه السلاحف. ماشي، انا مش بتنمر والله بس في ناس كده، وفي مشاريع اصلا قايمه على كده، على فكره الايكو فريندلي، ان انا يعني باخد منتج وباخد صحه الكوكب اللي انا عايشه عليه، وابقى انا حاسس ان انا كده ايه يعني ريحت ضميري من الاخر. ف هي دي فكره السايت الماركتنج. طيب قبل ما ندخل على كاستمر جورني هناخد 3 اسئله. ارفعوا ايديكم بس ونفتح المايك. يعني حد عنده اي اسئله في السلايدز اللي فاتت؟ بس ما انت بتتكلمي لان صوتك واطي. اوكي ماشي. منى اتفضلي. اخر نقطتين. حاضر. عايزه تقولي شيء مش تسالي؟ طيب ريز هاند. حد رفع ايده؟ طيب منى نزلت ايدك. طيب افتحي المايك. هبة الله ولا مش عارفه. افتحي المايك يا بنتي، اللي كانت عايزه تقول حاجه افتحي المايك. عارفه انا الفرق. ياسمين بس فاتحه من حساب ماما. ياسمين اوكي ماشي اتفضلي. اوكي كنت حابه اقول يعني ان احنا بنخلي فكره في دماغ العميل، او يعني بنخليه مثلا ان هو مدرك حاجه، اللي هو مثلا احنا ايه، هنخليك عايز الحاجه دي من غير ما انت عايزها، او من غير ما تكون محتاجها فعلا. مش لازم يعني هو يكون فعلا احنا درسنا ان هو عايز الحاجه دي او كده. بالظبط بالظبط. طيب دعاء. هو انا ازاي اعمل دراسة للمنافسين؟ في سيشن جايه هنتكلم فيها عن competitor analysis او دراسه المنافسين بشكل مفصل لحد يا ما ريت عشان تفزعوا. انا محتاجاها. يا عيوني ماشي. والله جايه. ماشي شكرا. العفو. حد السؤال الثالث ميرو عبد الله. ايوه كنت عايزه اقول اللي هو في الخوف من فوات الفرصه او ضياع الفرصه، اللي انا ممكن اصلا اخش الماركت الاقي عليه اوفر معين انا اصلا مش محتاجاه، وممكن يكون عندي في البيت بس اللي هو هم 100 قطعه بس، ولو خدت واحد هتاخد واحد، فده فعلا هيخليني اشتري وانا اروح اقول ايه ده انا عندي اصلا. بالظبط. صح. دي جزئيه مهمه بجد، شكرا ان انت قلتيها. دي يا جماعه كانت في الجزئيه بتاعه السيلينج كونسبت، ان انا قلت لك خدت اوفر وخرجت من الماركت، انا مش عارفه انا اشتريت الاوفر ده ليه، بس انا خفت ان انا افوت الفرصه. فاهمين؟ تمام. احنا كده خدنا 3 اسئله. روان اخر سؤال. السلام عليكم. هو أنا للأسف كان عندي مشكلة في النت وكده، فأنا من شوية دخلت بس، فلا يحتسب ده حضور ولا؟ هننزل لينك في اخر السيشن، هيبقى في الجروب شات هنا، وهتبتدوا تدخلوا وتسجلوا حضور ملاعين. السيشن مسجله يا جماعه. السلايدز هتتبعت على ديسكورد ان شاء الله، الماتيريال كلها هتتبعت لكم ما تقلقوش. ماشي. احنا بالظبط فاضل لنا 10 دقايق يا جماعه ونخلص عشان الناس اللي مستعجله. ماشي. طيب الناس كانت طلبت، في حد كان طلب ان انا اعيد السلايد دي. ماشي ثواني. من اول ماركتنج كونسبت وسوسيتال ماركتنج كونسبت، صح؟ اخر نقطتين. طيب احنا بنتكلم في
ما هو بصي عشان الأسئلة بس، يعني أنا هعيدهم سريعا والله. اللي عايز يتواصل معايا أنا هكون موجودة على ديسكورد. طيب نجاح احنا بنتكلم في الماركتنج كونسبت. نجاحه بيعتمد على الكاستمر ساتسفاكشن او مدى رضا العميل بتاعي. ف اللي مش مفهوم هنا ان انا بحاول ادرس السوق بتاعي واعمل فاليو ليا، ابتدي ان انا ارضي بيها العميل بتاعي. طيب الكونسبت التاني بكل بساطة وبكل وضوح أنا بعتمد على البروفيت، مع إن أنا بكسب الشخص اللي قدامي، مع إن أنا بكون ايكو فريندلي، أو إن أنا صديق للبيئة، منتج صديق للبيئة. تمام؟ ده سريعا. والله يا جماعة قدامنا 10 دقايق ونخلص يعني حقيقة أنا آسفة. طيب الكاستمر جورني ستيجز. يعني ايه كاستمر جورني؟ هي احنا بس انا جبت لكم الحته دي عشان نفهم العميل بياخد قرار ازاي عشان يوصل للبرودكت بتاعك. تمام؟ احنا قلنا ان احنا بندرس سايكولوجي عادي، فيعني استحملونا شويه في الحته دي. طيب اول حاجه في مرحله الاويرنس. مرحله الاويرنس انه الكاستمر بيبتدي ان هو يحتاج، ان هو محتاج لابتوب. انا محتاج لابتوب جديد. طب هو ده ممكن انا كماركتنج اتدخل فيه ازاي؟ والله انا شغاله على لابتوب دلوقتي، هنزل له لابتوب جديد بصفات هو بيبقى محتاجها. يعني اللابتوب ده بيلاج كتير، انا عارفه انه من صفات اللابتوب اللي موجود حاليا بيلاج كتير او بيعلق كتير، مش بيشغل جيمز. او انا منزله له لابتوب الفكره فيه ان هو بيشغل جيمز وبيشغل حاجات مستواها اعلى. فاهميني؟ فانا هنا خلقت نيد ليه، او خلقت من الاخر ايه، ديماند. تمام؟ طيب ده اول حاجه في الاويرنس. طيب تاني حاجه consideration. هيبتدي بقى ان هو خلاص هو صدق ان هو عنده مشكله وعايز ان هو فعلا يدور على حل ليها. هيبتدي ان هو يدور على الحلول المختلفه في السوق. يعني انا مثلا هبتدي ان انا ادور هو في كم ماركه في السوق. عندي اتش بي، عندي لينوفو، عندي ماك بوك. طب انا ايه اللي يخليني اختار كم واحد من دول؟ تيجي هنا مرحله الديسيشن، ان انا ابتدي، او القرار. تمام؟ ان انا ابتدي اخد قرار ان انا اشتري من ماركه لينوفو مثلا او اتش بي. بالظبط. افاضل بقى انا هختار انهو. فايه اللي يخليني اختار طيب اتش بي؟ او ايه اللي خلاني طب انا هختار اتش بي، هختار انهو موديل في اتش بي. هنا ده مرحله الديسيشن. طيب اخر مرحلتين الريتنشن، اللي هي تيجي من عندنا بقى، انه الكاستمر بيبتدي ان هو يبقى ساتيسفايد ويبقى عنده لويالتي. ساتيسفايد يعني مرضي، ويبقى عنده ولاء ان هو يشتري مني تاني، ان هو عجبه البرودكت فيشتري مني تاني. دي مش بتحصل قوي في شركات اللابتوب بس، بتحصل في شركات تانية. هيجي يشتري مني تاني حاجات تانية. ممكن هو شركات اللابتوب او اتش بي مش بس بتصنع لابتوبس، بتصنع حاجات تانية، بتصنع اكسسوارز، بتصنع شنط، بتصنع حاجات. فاهمني؟ فهو هيرجع ان هو يشتري مني تاني. خامس حاجة ودي اهم حاجة اللي هي الادفوكاسي، اللي هو satisfied customer recommendation. اللي هو يعمل ازاي بقى؟ هو انا البرودكت ده عجبني، فاروح ان هو بقى ايه، ارشحه للناس التانيين بالورد اوف ماوث. ودي اللي ناس كتير قوي بتعتمد عليها. بس المفاجاه انه الورد اوف ماوث لوحدها مش هي اللي بتمشي الماركتنج، والماركتنج لوحده مش وورد اوف ماوث. يعني انت عشان توصل للورد اوف ماوث دي بتعمل خطوات كتير قوي. دي حاجه واجهتني فعلا من شغلي. في ناس بتبقى مش مقتنعه بالماركتنج خالص، هو مقتنع بالورد اوف ماوث، ان هو الناس هترشح لفلان وترشح لعلان. طب ما انت اعمل بقى برودكت، يعني طور البرودكت اللي معاك. فاهمني؟ هعيد الجزء التاني. ده اول جزء الريتنشن. بوينت 5 ادفوكسي. طيب هعيد من الاول اتنين. طيب الريتنشن، انا اشتريت، مش احنا خلاص في السلايد اللي فاتت انا وصلت ان انا خلاص اشتريت، اللي هي السلايد دي مرحله الديسيشن. انا خلاص اشتريت، قررت ان انا هشتري لابتوب اتش بي او مثلا ديل. خلاص جيت بقى انا كشركه
بحاول ان انا احافظ على اللويالتي بتاعت الشخص ده، بعمل بروجرام عشان اخليه يكون لويال ليا، ان هو يكون مخلص ليا، يشتري مني تاني. زي ما انا قلت لكم ممكن اعمل الكارد كده واخليه ان هو ايه، نعمل عليه علامه صح على كل مره هو اشترى مني فيها. الادفوكاسي لما هو يعجبه البرودكت هيرجع يرشحه لناس تانيين. تمام. فاهمين لحد دلوقتي؟ طيب وصلنا لمرحلة النهاية. نتبسط. طيب هناخد الأسئلة بقى كلها. هبعت لكم بس في الشات. استأذن بس الكوردينيتور اللي معايا بعت لهم اللينك بتاع تسجيل الحضور في الشات هنا، عشان يقدروا ان هم يسجلوا الحضور، والناس اللي عندها سيشن تانية تروح. الناس بقى اللي عندها اي أسئلة هتقعد معايا بقى. طيب هنفتح المايك. طيب روان، ناخد روان. اللينك اتبعت يا جماعة على جروب شات بتاع الزوم. العفو. طيب روان اتفضل. السلام عليكم. سلام. لو ممكن ترجع تشرح الساعة ثاني. يا جماعة بس بنريز هاند بس. بصوا روان اتفضلي. السلام عليكم حضرتك. هو احنا مثلا انا مشتركة في عمل تطوعي ما، فاحنا عاوزين نقنع حد معين، هو لازم الحد المعين ده بشغلنا، تمام، علشان يقدر يساعدنا بفوائد لينا. فاحنا ازاي ممكن نروج لينا من ناحيته بحيث ان هو يبقى هو رافض خالص؟ معلش بس يا روان هتعبك، عيدي السؤال تاني. بصي حضرتك، احنا مثلا هو انا في جمعية تطوعية ما، فاحنا محتاجين جهة معينة تساعدنا في حاجة، بس الشركة او الجهة دي مش راضية تماما، تمام، مش راضية، فاحنا عاوزين نقنعها يعني بينا بشكل اكبر. ايه ممكن نقدر نعمله لها؟ طيب بصي، فكرة ان احنا نقنع شركة تانية هو ده فعلا شغل PR وشغل external relation. ده مش لود عليكي في قسم الماركتينج، ولكن انا كماركتينج ممكن اعمل حاجة اسمها SWOT analysis. هنتكلم عنها في قدام، يعني حقيقي هنتكلم عنها غالبا السيشن اللي جاي. ماشي. فالسوات اناليسيس ده كلنا كتيم بنشترك فيه، وهو مهم قوي للبزنس بتاعنا او التطوع بتاعنا، بحيث ان احنا نقدر ان احنا ايه، نقنع اللي قدامنا ان احنا ايه، نفهمه عننا. طيب في حاجه اسمها حاجه تانية اسمها ايه، بروبوزل. طب البروبوزل ده يخص تيم الBR اكتر، ولكن الماركتنج على الاقل واحد بس من تيم الماركتنج عندكم يدخل فيه، يبقى فاهم احنا ممكن نعمل بروبوزل ازاي. طب احنا ده هنتعلمه في السيشنز اللي جايه. تمام. فاهمه يا روان؟ طيب شكرا خالص ليكي. اصل انا لجنة PR، فاحنا كمان علينا ان احنا نقنع او نروج للموضوع بشكل اصح مع ناس تانية كتير. فاهمكي. بس طيب محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا من اول السيشن عمال اكتب اسئله كتير كده، بس ما رضيتش اسال يعني انا في اخر السيشن. انا مش عارف، انا عندي تقريبا حوالي 3 اسئله او 4. بس ممكن نتعرف بحضرتك الاول بس ولا؟ انا عرفت نفسي في اول سيشن بس هقول لك تاني. بالظبط، عشان كده انا جيت بعدها ب5 دقايق ولا. ماشي. انا جنة أنسي. انا ماركتنج كونسلتنت وسيلز كوردينيتور في اكتر من شركه، واشتغلت مع ناس بتبتدي ان هي تبني البيرسونال براند بتاعهم. ده اللي انت محتاج تعرف عني في جزئيه الماركتنج. ايوه اكيد، انا بتكلم في الشغل يعني. عموما يعني اولا يعني الشرح جميل ما شاء الله يعني الصراحه، والسيشن قيمه الصراحه ما شاء الله يعني. طيب ممكن تعرفينا، تقريبا احنا عندنا 6 سيشن صح؟ ايوه. احنا من اول سيشن لاخر سيشن كده ان شاء الله يعني هنوصل منين لفين؟ هيكون عندنا مثلا استفدنا ايه وعرفنا ايه وكده. هو انت دي مشكلتك عشان انت ما حضرتش اول ايه؟ سيشن. بس
هنعرض. استنى. انا مش بتكلم على السيشن دي، انا ما شاء الله انا استفدت عارفه جميل الصراحه. عارفه اهي. ده اللي احنا هنشرحه في الكورس. ما شاء الله. ماركتينج. تمام جميل. طيب حلو. السؤال اللي بعده. طيب اخر سؤال تقريبا. بص حضرتك مثلا انا حاليا شغال ميديا باير، تمام؟ عشان مثلا نستفاد اكتر، او مثلا يعني ايه الاساسيات اللي تكون عندنا يعني كماركتنج عموما، او حاجه في السيلز او كده، ايه الاساسيات اللي تكون عندنا مثلا عشان نقدر نابلاي مثلا على جوبز ثانيه او انترنشيب او حاجات من دي. انا قلت في الاول ان انا اكتر ناس متجاوبه معايا. ايه؟ انا قلت في الاول اكتر ناس هتبقى اكتف معايا هبتدي ان انا ناخدهم وندور ونعرف ازاي ان احنا ندور على جوبز. طيب انت محتاج ده، ابعت لي على ديسكورد وهظبط الدنيا من ناحيه السي في، ومن ناحيه احنا ازاي اصلا ندور على وظائف تخص الماركتنج والسيلز. وانا قلت في اول السيشن اي حد محتاج اي كونسلتيشن مني انا معايا على طول، يعني فور فري، ما يهموش حاجه. شكرا جدا لحضرتك، وما شاء الله يعني الشرح جميل الصراحه. العفو، شكرا. اسلام. اولا انا حابب اقول ان ما شاء الله بصراحه السيشن جميله جدا، والشرح بجد انا شايف ان هو كويس جدا. بس انا بس عندي نقطه صغيره جدا عايز اسال عليها. احنا دلوقتي لما كنا بنتكلم في مراحل انه ازاي العميل اصلا سيكولوجيا بيشتري، فاحنا مثلا لو جينا لنقطه 3 اللي هي في الديسيجن، لو هو لسه مش واثق ومتردد برضه، امتى اعمل؟ يعني في حاجه انا كنت سمعت عنها اللي هي ال 100% ماني باك جارانتي، فامتى اعمل الموضوع ده؟ طيب انا ده كلام سيلز بقى اكتر. طيب انا مثلا كشخص بشوف التردد ده فين؟ في الماركت قدامي. يعني انا مثلا خلينا على مثال اللابتوب ده، هو واقف قدامي ويقول لك اصل انا مش متاكد، بس انا عايز اسالك التردد ده في النوع ولا تردد في النيد اكتر؟ يعني هو متردد هو محتاج يشتري لابتوب اكتر، ولا تردد في ان هو مش عارف انه نوع؟ تمام. انا عايزه اعرف يعني عشان امشي معاك على المثال، فاهمني؟ لا لا، ده اصل انا برضو بسأل في حاجه سبيسيفيك شويه برضو، في اصل هو لو فيزيكال برودكت مش هينفع ان هو ان انا ارجع له الفلوس التاني كلها، هيبقى ضرر كبير جدا. بس لو حاجه ديجيتال لا، ممكن اقول له خلاص لو بعد مثلا فتره معينه ما عجبكش او ما عجبتكش السيرفيس دي او ما وصلتش للنتيجه اكس مثلا، خلاص بنرجع لك 100% من الفلوس كلها. يعني بص، هو ده اكتر في مثلا في الخدمات اللي هي بتبقى ايه فري اكسبيرينس، او اللي هو تبقى واخد تجربة مجانية او كده. بس في اللابتوبس ما اظنش ان في شركة بصراحة بتقول لك مفيش شركه ترجع فعلا، انا حسيت برضو هيبقى خساره كبيره لا، جدا. مش حاجة اسمها كده. بس مم. انت بتبقى، ما دي في شطارتك انت بقى كسيلز انت، يعني بالذات في حتة الالكترونكس دي. لو حد جاي يشتري ثلاجة ولا غسالة ولا حاجة، لازم انت تبقى فاهم الماركتنج كله. يعني انت مثلا انت داخل سيلز كوردينيتور ل اتش بي، انت لازم تكون دارس كويس قوي اللابتوبز اللي موجوده في الفتره الحاليه ايه، اللي نازله ايه، والمنافسين حواليك في السوق ايه، وانت المنتج الفاليو بروبوزيشن او القيمه المضافه بتاعت المنتج بتاعك هي ايه، عشان تقدر ان انت تقنعه يشتري. مم. علشان اقلل الجاب يعني، او الفجوه بتاعت، انا مش بالظبط. واثق يعني من الاخر. بالظبط. تمام تمام، شكرا جدا. العفو. بري. اوكي. أنا دلوقتي لو بشتغل في non profit organization أو منظمة غير ربحية، فاحنا مش بنقدم حاجة product ممكن حد يشتريه، فمثلا بنبقى عايزين متطوع يجي يتطوع عندنا، أو حتى نزود الريتش عندنا عشان ناس تيجي مثلا تتبرع أو تتطوع وهكذا. فمثلا concepts زي production concept و saving concept مش هنقدر نطبقه، فازاي أقدر أماركت للorganization أو المؤسسة؟ طيب ده بيعتمد على، يعني في نون بروفيت اورجانيزيشنز كتير قوي. يعني مثلا احنا في شباب احنا نون بروفيت صح، بس بنعمل حاجات كتير قوي تخص الديجيتال ماركتنج، بتخلينا ان احنا نقدر ان احنا نوصل للناس. بصي، مفتاح الموضوع ده كله، انا مش هقدر ان انا اديزاين حاجه ليكي، لان انا لسه
في اسئله كتير قوي انا محتاجه اسالها لك، بس عشان انت تبقي معاكي المفتاح دايما في ان انت تفهمي الاودينس بتوعك. حددي التارجت اودينس بتوعك واعملي لهم سيجمنتيشن كويس. انت بتارجتي مين عايز يتبرع، انه فئه من الناس، انه فئه مجتمعيه. طيب الفئه المجتمعيه دي بتعمل ايه؟ اللايف ستايل بتاعها شكله عامل ازاي؟ هم عباره عن ايه؟ لازم تدرسي الكاستمرز بتوعك اكتر والتارجت اودينس بتوعك اكتر عشان تقدري ان انت كشخص نون بروفيت تكسبيهم يعني، وبرضه تكسبيهم في الوقت المناسب وتستغلي الكامبينز بشكل مناسب. يعني ان انا مثلا في رمضان بيبتدي يعني التلفزيون كله تقريبا بيتملي اعلانات تبرعات وحاجات زي كده. طيب انا دلوقتي مش في رمضان، اعمل ايه؟ استغل ان الناس عايزه تطور من نفسها في السي في، وده استغلال حلو، استغلال ايجابي مش حاجه وحشه. اقول له تعالى تطوع معايا وهتكسب حاجتين، ان انت هتبقى ساعتها خدت حاجه لله، ان انت يعني خدت حسنه، وفي نفس الوقت انت هتكون خدت تجربه وحاجه تفيدك في سوق العمل، ودي حاجه حقيقيه، احنا مش بنضحك عليهم بالكلام. فاهماني؟ تمام يا بنت. طيب اوكي العفو. شنو ده؟ ايوه، ازي حضرتك يا ميس؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اسال بس، هو في تاسك النهارده؟ لا النهارده مفيش تاسك خالص، عشان دي اول سيشن، خليها كده فور فري. تاني سيشن هيبتدي بقى التاسكات. يعني ان شاء الله التلات الجاي نبتدي يبقى في تاسك كل مره، وهنوريها لحضرتك السيشن اللي بعدها. وهتسلموها على الجروب، وهتبقى تاسك خفيفه ان شاء الله. طيب ماشي. لو انا عايز ارجع للسيشن هنا ارجع لها ازاي؟ انا هبعت لكم PDF على الجروب فيه الماتيريال. ويعني السيشن نفسها مش متسجله؟ الماتيريال اللي هي السيشن، والسيشن متسجله هتنزل قريب على السيشن اليوتيوب. كلها يعني؟ ايه؟ السيشن كلها قصدي حضرتك؟ السيشن كلها. طيب ماشي، شكرا لحضرتك. العفو. طيب احمد رضا. أنا كنت عايز أسأل، لو أنا ما عنديش برودكت، أنا مثلا ببيع سيرفيس مش برودكت، يعني أنا مثلا داتا أناليست مثلا، أنا مش ببيع برودكت، أنا ببيع سيرفيس للشركات، فهل دي إحنا هناخدها إن شاء الله في السيشنز اللي جاية؟ بص انا قلت ان البرودكت هو عباره عن حاجات كتير قوي، ومن ضمنهم اللي انت بتقول عليه السوليوشن، او الحل، او ان انت بتقدم خدمه معينه. طب ما هو في ناس يعني شركه قائمه على ان هي بتعمل منصات للدروس بتاعه المدرسين، وشركات ناجحه جدا وماسكينها شباب زي الفل والله. وبيعملوا ماركتنج لنفسهم. فهو انت شركه وبزنس زيك زي اي بزنس، وهيطبق عليك الماركتنج اللي انت بتاخده ده كله، وان شاء الله قدام هتبتدي ان انت تكون افكار ازاي انا اطور من نفسي في الحته دي. تمام، شكرا جدا لحضرتك. العفو. طيب سندريلا محمد. إيه لو سمحتي، هو انا كنت عايزه اعرف لو انا عندي براند اوف اونلاين ازاي اسوق له؟ يعني مثلا ازاي اكسب العميل؟ انا مثلا فاتحه في حته كلها فاتحين ملابس، ايه اللي يخلي العميل يدخل لي وما يدخلش المحل اللي جنبي؟ لما تفهمي القيمة المضافة بتاعتك انت كمحل ملابس بيميزك ايه عن المحلات التانية، اقعدي مع نفسك ورقة وقلم، اسألي نفسك سؤال هو قاسي شوية: ايه اللي يخلي الناس تشتري من عندي ما تشتريش من عندهم؟ لو ما لقيتيش إجابة حاولي تدوري على إجابة. دوري في البيزنس بتاعك، شوفي انت كمحل ملابس بتوفري لهم ايه. لو انت ما لقيتيش حل، لازم ان انت تدوري بقى على حلول تانية، ان انا اشوف ازاي اميز نفسي عن الناس التانيين. يعني هقول لك في محل ميك اب فتح جنبي، انا ما كنتش بشتري منه، بس خلاني بشتري منه على طول. ليه؟ بقى اسمه روز، وشكله حرفيا تحس ان انت داخله عالم ديزني، او داخله كوكب زمرده، حاجه كده للبنات بس، فبيحسسك بحاجه منفرده كده، فتحس ان انت عايزه تروحي تشتري منه. شكله يونيك في الشارع، بالرغم انه جنبه محلات ميك اب بالهبل، وميك اب فيها بيبقى احسن بكتير. برضو اللي بيميز المحل ده ان هو دايما اسعاره مخفضه،
بشكل عجيب. دايما بدخل الاقي الاسعار عندهم رخيصه وحلوه، بس في مقابل ده تعملي اسعار رخيصه ما تكونش بتضر يعني حاجه ما تكونش بتضر البشره. انت هنا في محل ملابس ماشي، اسعار رخيصه، بس في نفس الوقت ايه، انا بحاول ان انا اللبس يكون مناسب، يعني ما انزلش لبس بس البنات. يعني دي حاجه انا بشوفها بجد في محلات اللبس كتير قوي، البنات اللي هي ايه من وزن 45 50. يا جماعه يعني معظم بنات مصر ايه اتخن من كده شويه يعني يبقى انت حددي انت متارجته انه فئه، برضو حددي انت متارجته بنات صغيره ولا بنات كبيره. طب انت متارجته شباب، طب انت عندك والله ربنا فتح عليكي وقدرتي ان انت تفتحي بقى جنب الملابس برضو احذيه، بدوري على اللوكال براندز وبتدي ان انت تضميها ليكي، بحيث ان انت اوفلاين. ده ميزه ليهم ان هم يبتدوا ان هم ينزلوا معاكي، ان انت تدوري على حلول تميزك عن اللي حواليك. اللوكال براندز عندهم افكار حلوه جدا وفاشونبل قوي وبيمشوا على الموضه، فدلوقتي البنات بتدور على الفاشن والكواليتي في نفس الوقت. فحاولي ان انت تجمعي ما بين الاثنين دول، ان انت تكوني اب تو ديت والكواليتي بتاعتك كويسه، وفي نفس الوقت اسعارك في المتناول. انا عارفه انه الماركت حاليا صعب، بس انا ده افكار انا اديتها لك اهو، ممكن ان انت تستخدميها للبراند بتاعك. ماشي، شكرا. العفو. طيب جنى الرامي الرملي. الرمي ايه. هو انا مش عندي سؤال قوي يعني، هو انا بس كنت عايزة أسأل هل الكورس يعني حاسة ان هو مش نافعني خالص، عشان حاسة ان كله كبير قوي وانا حاسة ان انا اصغر واحدة يعني، فانا فهمت وكل حاجة تمام، بس يعني مش عارفة يعني. طيب بصي يا جنى، انت عندك كام سنة معلش؟ يعني قولي لا، عادي. عندي 14. فهو حضرتك كنت بتقولي بقى ان حضرتك هتساعدي في البيزنس والسي في والحاجات دي، وانا اصلا يعني لسه في اولى ثانوي يعني، فمش عامله بيزنس او اي حاجه. طيب انا عايزه اقول لك ان في ناس قاعده معانا هنا عندها 15 سنه وعندها 14 سنه زيك بس انا مش هقول اسامي ماشي. اصل انا ملقتش الناس حد بيقول ان هو عنده 14، حاسه ان لا كله لا في جامعه يعني. في ناس قاعده معانا. طيب انت ليه تتعلمي ده؟ عشان انت دلوقتي لما تبقي انت فاهمه ماركتنج كويس او فاهمه سكيل كويس، تقدري ان انت يعني فيما بعد تقدري ان انت تفكري بشكل الماركتينج هيفيدك في ايه في حياتك. انا ما تخصصتش ماركتينج وما تخصصتش في البيزنس، هيفيدك في حاجات كتير قوي. فعلى الاقل على اقل حاجه اسلوب التعامل مع الناس اللي حواليك، يعني السيلز في سكيلز persuasive سكيلز، يعني مهارات اقناعيه. ساعتها انت هتقدري، يعني هما دايما بيقولوا على الماركتيرز ايه او الناس اللي بيشتغلوا في حوار التسويق ده ايه، انتوا بتبيعوا لنا الهوا في ازايز. احنا ممكن نبيع الهوا في ازايز عادي جدا. فدي سكيل ليكي، يعني حاجه تعرفيها. طالما ايوه، انت قاعده كنت في داخله اجازه ليه عشان لا ما اتعلم. تستغليش الاجازه بتاعتك؟ ايوه، انا كنت داخله عشان اتعلم يعني حاجات جديده وفيما بعد يعني استفيد منها. انا عامه بحب ادخل يعني حاجات واتعلم وكده. عايزه اقول لك انت ويلكمد جدا، وانت اكتر شخص ويلكم اصلا يعني فعادي. شكرا. لا. طيب ياسمين. هو ما فيش تاسك يا جماعه. هو انا عايزه استغل اللي هو الماركتينج في حوار فيوتشر ديفلوبر وكده، وان انا اجيب ناس تتعلم البرمجه والكودينج وكده والروبوتكس برضه. حلو. عايزه يعني تماركتي ليه نفس الكلام. كان في حد لسه كان بيتكلم في الحته دي وقلت له كمل معانا، والكلام ينطبق عليكم والله يا جماعه عادي، يعني انتوا بيزنس زيكم زي اي بيزنس وده يعتبر برودكت يعني، فكملوا معانا. اوكي. طيب سلمى حسين. طيب أنا ما عندي سؤال في حتة معينة، بس أنا عندي حتة معينة الشبكة اكتشفت فيها فما قدرت أفهم. سلمى معلش صوتك هم مش واضح، حاولي تعلي صوتك شويه. قلت لك إن أنا ما عندي سؤال في حتة معينة، بل أنا عندي حتة معينة الشبكة فيها تشرط فأنا ما فاهماها. في الحتة بتاعت كاستمر جيرني دي الثانية والرابعة، استني حته الكونسيدريشن والريتشن.
استنى خليني ارجع لها. انت قلتي لي انهو بوينت بالظبط؟ الثانية الثانية foundation و الثانية والرابعة. الثانية والرابعة ماشي. بصي هشرحها لك كلها على بعضها بحيث ان انت تكوني مجمعة الصورة. انا دلوقتي مثلا عايزة اشتري لابتوب جديد. انا شفت اعلان لقيت ان في لابتوبس نازلة جديد بمميزات جديدة. اللابتوب ده مش عندي، فانا هنا عملت اويرنس ان انا عايزة اشتري لابتوب. خلاص انا كشركة عملت اويرنس للشخص اللي قدامي ان هو يشتري اللابتوب. خلاص فهو هنا بقى في دماغه ان هو عايز يشتري لابتوب، لسه ما وصلناش انه نوع. هنا مرحله الاويرنس خلصت، نيجي بقى للكونسيدريشن او التحديد. هيحدد انه نوع لابتوب. ما في انواع كتير قوي لابتوبس في السوق، هياخد انه براند يشتري منها. ماشي، هياخد براند زي ايه؟ اتش بي. مفهوم؟ دي البوينت الثانيه. فاهمها لحد دلوقتي؟ ابتدى ان هو يقارن ما بين البراندز اللي مختلفه ويشوف كل ماركه بتقدم لي ايه. طيب تالت مرحله هيعمل ايه؟ هبتدي ان هو يقرر ان هو يشتري اللابتوب الفلاني. ده الديسيشن، القرار. اشتراه. دي المرحله الثالثه. طيب المرحله الرابعه ريتنشن، ان هو يرجع يعيد عمليه الشراء، يكرر عمليه الشراء، يجي يشتري مني تاني لابتوبس تانية او حاجات تانية غير اللابتوب. في نفس الشركه، انا شركه اتش بي، جه اشترى مني تاني. مفهوم؟ طيب خامس حاجه الادفوكاسي، ان هو يبتدي يرشح البراند بتاعت اتش بي دي للناس اللي حواليه، فيبقى في ايه؟ word of mouth. يعني يعني زي ما بيقولوا ايه، كلمة ثقة. انا خدتها من فلان وهرشح لفلان. ياسمين احنا خلصنا، احنا بناخد بس الأسئلة، وتأكدي ان انت بس عملتي الغياب بتاعك تحت في اللينك. طيب مين تاني؟ سلمى انت خلاص كده فهمتي؟ تمام. حسناء. كنت عايزة عندي سؤال. يعني قبل السؤال ده عايزة أقولك إن بجد السيشن رائعة 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 فوق الوصف، فيه معلومات جديدة جدا اتضافت لي، فمتحمسة جدا للسيشن اللي جاية. فبجد يعني برافو بجد. كنت عايزة أسأل سؤال: إيه الفرق ما بين الماركتينج والسوشيال ميديا؟ يعني ازاي افرق؟ لا دي حاجات، لا دي بتاع ماركتينج، لا دي حاجات بتاع السوشيال ميديا. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ طيب بصي، في حاجة اسمها يعني هي الاتنين دول متحطوش في مقارنة. دي حاجة ودي حاجة تانية. الماركتينج بيستخدم السوشيال ميديا كنوع من أنواع الماركتينج. في حاجة اسمها سوشيال ميديا ماركتينج أو التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. فأنت ما تقدريش تحطي ده في حتة وده في حتة. أنت بالعكس، الماركتينج بيستخدم السوشيال ميديا. فهمتي؟ ايوه طيب ندمجهم بقى ازاي مع بعض؟ ندخلهم ازاي مع بعض في يعني؟ سيشن قدام اسمها الديجيتال ماركتينج او التسويق الرقمي، هيبقى فيها السوشيال ميديا ماركتينج او التسويق عن طريق ايه؟ وسائل التواصل الاجتماعي. لان يعتبر اصلا يعني دي اللي انا فيها، عايزة اعرفها اكتر يعني. ان شاء الله تعرفي. طيب اللي بعده عمر الزيات. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. كنت عايز أسأل حضرتك، بس هو حضرتك كونك يعني من الميديكال فيلد وكده، فأنت في شغلك في الماركتينج بتعتمدي على النيش بتاع الميديكال بس، ولا بتتخصصي في كذا حاجة عادي؟
لا انا عادي ممكن اتخصص في كذا حاجه، بس انا يعني الفكره ان انا بحاول اقرب من مجالي، ولكن انا زي ما يعني كنت بشرح لكم انتوا حسيتوا ان انا في ميديكال فيلد، لا انا قلتها معلومه عابره كده. لكن انا عادي يعني بمشي في حاجات كتير. يعني الماركتينج هي عباره بالظبط، انا هديك العجينه وانت شكلها بالطريقه اللي انت عايزها، زي ما باشمهندس محسن كان قال امبارح ولا في الاورينتيشن، انا هعلمك الصيد وانت معاك السناره واصطاد، هو شوف انت عايز السؤال تعمل بس كان لحضرتك بالذات، لأن أنا برضو من الميديكال فيلد وكده، كنت لما أنا بدأت إن أنا أذاكر ماركتينج وكده كنت عايز أعرف هل أنا الأحسن إن أنا أتخصص في النيش بتاعي اللي هو أصلا الميديكال، كمثلا أدوية أو كأيا يكن مثلا المجال اللي هو المشترك في الميديكال فيه. بس هو انا عايزه اصحح لك حاجه، مجال الميديكال ماركتنج مش نيش ماركتنج بس. يعني ردا على سؤالك، عايز تتخصص فيه تخصص فيه، يعني ممكن عادي، في ناس كتير قوي بتتخصص كده. شكرا تمام، شكرا. طيب رضوى هشام. هو مش سؤال أو حاجة، بس أنا يعني البنوتة اللي هي اسمها جنى، اللي هي كانت قالت إن هي حاسة إن سنها صغير، وإن هي مش سامعيني أصلا. ايوه سامعاكي. وحاسة إن هي مش الحاجة دي مش مناسبة لسنها، أو إن هي لسه بدري عليها وكده. عايزة أقولك حاجة، أنا عندي 23 سنة. أنا وأنا في سنك كنت بحب إن أنا أتثقف وأعرف معلومات عن حاجات، بس ما كنتش مهتمه ان انا اخش كورسات او ان انا اتعلم حاجه، او ان انا اصلا بعد كده ما كنتش متخيله نفسي ان انا اشتغل. كانش عندي اي طموحات او اي حاجه ممكن اطمح لها في حياتي يعني. فما كنتش مهتمه اصلا ان انا اتعلم حاجه معينه. وجيت بعد وقت ما بدات اخش الجامعه، وبدات ان انا المفروض ان انا يعني يبقى عندي مسؤوليه وان انا كبيره وكده، بقيت تايهه ومش عارفه